ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا في الفيديو ده هنراجع مراجعة شهر نوفمبر عشان امتحان الايه عشان امتحان الشهر. طبعا احنا عارفين الجزء اللي داخل معانا في الامتحان من اول نيوتن التالت لحد الضغط. فاحنا في الفيديو ده ان شاء الله هنغطي معظم الحاجات اللي داخله امتحان الشهر عن طريق ان احنا هنشرح اهم الحاجات اللي في الدرس، يعني الملخص بتاعها، ملخص القوانين، ملخص الحاجات النظري، ونحل على كل حاجة مثلا 6 7 أسئلة. فإن شاء الله يعني الفيديو مش هيكون طويل. هنشرح مثلا جزء نيوتن التالت وننزل نحل على أسئلته، نشرح جزء الكثافة ونحل أسئلته، وهكذا هنعمل كده في كله. فإن شاء الله يعني الدنيا تظبط معانا، وأي حد محتاج أي حاجة يركز في الفيديو ده، وإن شاء الله يطلع منه مستفيد والدنيا معاه كويسة. فيلا نبدأ بقى. أول حاجة هناخد قانون نيوتن التالت. قانون نيوتن التالت ده بيقولك إيه بقى؟ بيقولك إن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. يعني إيه بقى الكلام ده يا عم أحمد؟ دلوقتي أنت قاعد على كرسي، تمام؟ فجيت الكرسي اللي هو بعجل ده بتاع المكتب، خبطت الحيطة برجلك، اللي بتعمل ايه؟ بيروح الكرسي واخدك وراجع ورا. طب ده حصل من ايه؟ ده حصل ان انت اما زقت الحيطة برجلك، الحيطة أثرت عليك برد فعل رجعك لورا. والقوتين بيكونوا نفس المقدار بس عكس الاتجاه. يعني ايه؟ يعني انت لو زقيت الحيطة بمقدار 10، الحيطة هتزقك بمقدار -10. هي بس في عكس الايه؟ في عكس الاتجاه، تمام كده؟ فلكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فانت لو أثرت على الحاجة مثلا بقوة 10، هتأثر هي عليك بسالب 10، تمام كده؟ عندنا قانون نيوتن التالت، هو مش عليه أسئلة بصراحة، بس اعرف منين بقى نيوتن التالت ده؟ هو حاجاته نظري، ولو شفت الحاجات دي اعرف ان الاسئله اللي جايه على الحاجه دي هي نيوتن التالت. عندك صواريخ الفضاء، اول ما تشوف صاروخ الفضاء ده كده من تطبيقات نيوتن التالت. البالونه والهواء، يعني انت دلوقتي لو كنت بالونه فيها هواء، مش الهواء اللي براها بيطلع، الهواء بينزل لتحت. طب البالونه بتروح لفين؟ بنلاقيها طلعت لفوق، صح؟ يبقى كده قوه الفعل ان الهواء لتحت، طب رد الفعل ان البالونه ايه؟ طلعت لفوق. عندك لاعب الكرة اما بيجي يشوط الكورة، يعني ايه الكلام ده؟ مش انت اما بتيجي تشوط الكورة دلوقتي الكورة بتطلع قدام ورجلك بترجع لورا؟ يبقى قوة الفعل ان الكورة طلعت لقدام، طب رد الفعل ان انا رجليا ايه؟ رجعت لورا. عندك تاني حاجة، اما شخص يكون قاعد على كرسي ويخبط الحيطة، ده المثال اللي احنا شرحنا عليه وعلى ما اغلبنا كلنا عارفينه يعني. عندك برضو اللي هي البندقية والظابط، مش انت كده اما الظباط بيجوا يضربوا نار بيحطوا البندقية عند كتفهم؟ فاما الرصاصة بتطلع، الرصاصة بتطلع لقدام، قوة رد الفعل بتاعتها بتخبط في كتفي وبتحاول تحركني لورا. فالقوتين ليهم نفس المقدار ومتضادين في الاتجاه، تمام كده؟ أول ما تشوف الحاجات دي اعرف انها قانون نيوتن الايه؟ قانون نيوتن التالت. ده حرفيا نيوتن التالت، هو حرفيا سهل، ما فيهوش اي حاجه. فنبص عليه على الاسئله بتاعته وايه ونحلها في السريع مع بعض باذن الله. بص، بيقول لك ايه؟ اطلاق الصواريخ من تطبيقات نيوتن الاول ولا نيوتن التاني ولا رد الفعل ولا لا توجد اجابه؟ هتقول لي هو مش نيوتن الاول. اللي هو الصواريخ ده احنا لسه شايفينه فوق، ومش نيوتن التاني. هو ايه؟ رد الفعل. ما هو رد الفعل اكنه هو بالظبط ايه؟ نيوتن الايه؟ نيوتن التالت، تمام. بيقول لك عند نفخ بالون في الهواء ثم تتركه حرا ليندفع الهواء منه، فإن البالون بيندفع، فهل في اتجاه الهواء ولا يمين ولا يسار ولا عكس اتجاه الهواء؟ بص، انت دلوقتي البالون اما بنيجي نسيبه، لو البالون اتحرك كده، قوة رد الفعل تبقى لتحت، صح ولا لأ؟ فأنا دلوقتي البالون بيتحرك عكس اندفاع الهواء، فلو الهواء اتحرك كده البالونة هتتحرك كده، لو الهواء اتحرك فوق البالونة هتتحرك تحت، وهكذا. فيبقى في ايه؟ في عكس اتجاه اندفاع الهواء، ما فيهاش أي حاجة برضه. بص، بيقول لك جسم إكس أثر على جسم واي بقوة 9، فالجسم واي هيأثر على اكس بقد ايه؟ هيأثر عليه بنفس القوة بس بالسالب، يعني قوتين متساويين في المقدار ومتضادين في الايه؟ في الاتجاه. فلو انا بأثر عليك بقوة 9، انت هتأثر عليا بقوة ايه؟ -9، تمام كده؟ تمام. بيقول لك الشكل المقابل، معاك جسمين، واحد اسمه اكس وواحد اسمه ايه؟ اسمه واي. بيقول لك الجسم اكس ده أثر على الجسم واي، يعني الجسم اكس أثر على الجسم واي بقوة اسمها اف. هل الجسم واي يأثر على اكس بقوة قد ايه؟ هتقول لي بسالب اف. ليه؟ عشان ده من تطبيقات نيوتن التالت، اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. لو انا بأثر عليك بقوة اف، انت تأثر عليا بسالب اف.
يعني ده زي ده مش ده مؤثر على ده ب9، ده أثر على ده بسالب 9، هي زيها بالظبط. حرفيا دي كل أسئلة نيوتن التالت، يعني ما فيهاش أي حاجة تاني، هو أصلا جزء بسيط وما فيهوش إيه، مفيهوش أي حاجة. تمام. نيجي لتاني حاجة بقى، عندنا الكثافة. بص، أرخم ما في الحوار ده هي الكثافة، فاللي هيفهم معاك الكثافة كويس هتلاقي الدنيا بدأت تسهل معاك. تمام كده. فنركز في الكثافة. أول حاجة يعني إيه كثافة، ونعرف يعني إيه كثافة، ونشوف الدنيا وإيه، والدنيا إن شاء الله تكون معانا فيها إيه كويسة، والجزء يعني مش صعب، والجزء سهل. أول حاجة عندنا الكثافة. إيه الكثافة دي؟ الكثافة دي بنرمز لها رمز اسمه رو، وده الرمز بتاعه، رمز اسمه رو. أول حاجة عايزين نعرف قانون الكثافة. الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، يبقى الكثافة بتساوي الإيه؟ الكتلة على الحجم. الرو بتساوي ام على فوليوم، الام اللي هي الكتلة، والفوليوم اللي هو ايه، الحجم. ممكن نحطها في مثلث حرف التي عشان ما ننساهاش، يبقى الام فوق، الفوليوم تحت، الرو تحت. يبقى انا لو عايز اجيب الكتلة هقول فوليوم في رو، لو عايز اجيب الرو هقول كتلة على حجم، لو عايز اجيب الحجم هقول كتلة على كثافة، وهكذا. طب عايزين نجيب ايه، وحدة القياس، عشان دي سؤال ان شاء الله يجي في الامتحان، يا اما على الكثافة، يا اما على الضغط، يا اما على اي حاجة. فاحنا نتعود نجيب وحدة القياس ازاي. اول حاجة، الكثافة اسمه ده بالكتلة على الحجم، صح؟ هتقولي اه. الكتلة بنقيسها بالايه؟ هتقولي بالكيلو جرام. طب الحجم هنقول بالمتر المكعب، فهتبقى كيلو جرام على متر مكعب. او مش احنا لو طلعنا دي فوق تطلع بالسالب، هتبقى كيلو جرام في متر اس سالب 3، او جرام في سنتيمتر اس سالب 3. تمام كده. تمام. يبقى يا اما كيلو جرام في متر اس 3 او اس سالب 3، يا اما جرام في سنتيمتر اس سالب 3. دي وحدة القياس. معادلة الابعاد طبعا عارفينها من الباب الاول، قلت احطها لك عشان تكون ايه عارفها. نيجي بقى للعوامل المؤثرة على الكثافة. هتقول لي اه، ما هو اللي بيبقى فوق طردي واللي تحت عكسي. هقول لك بص بقى، ركز معايا هنا عشان الحتة دي مهمة جدا. الكلام ده ما بينطبقش هنا. يعني ايه ما بينطبقش هنا؟ بص، الكثافة دي حاجة بتميز المادة، يعني كل مادة ليها كثافة ايه معينة. فمثلا انت دلوقتي لو كان عندك مثلا حاجة كده، كان فيها شوية مية كده، ادي كتلتهم وادي حجمهم، صح؟ هتقولي اه. لو جيت زودت لك شوية مية تانيين، مش الكتلة زادت؟ هتقولي اه. وبرضه حجم المية زاد؟ اه. مش الزيادة اللي فوق هتطير الزيادة اللي تحت؟ هتقولي ايوه برضه. يبقى كده الكثافة اتغيرت؟ هتقولي لا. يبقى كده عندي الكثافة، بص، من هنا ورايح انا وانت اهو، الكثافة ما بتتغيرش غير بحاجتين بس في الدنيا. الكثافة ما بتتغيرش غير بحاجتين، يا إما نوع المادة يا إما درجة الحرارة. والله لو اللي نزل من السماء عمرها ما هتتغير بأي حاجة غير دول. يعني أنا لو قلت لك لو نوع المادة اتغير هتقولي الكثافة اتغيرت، لو درجة الحرارة اتغيرت هتقولي الكثافة إيه اتغيرت. أي حاجة غير كده عمرها ما هتغيرها. يعني مثلا لو الكتلة اتغيرت الكثافة ثابتة، لو الحجم اتغير الكثافة ثابتة، لو اللي اتغير الكثافة ثابتة. يبقى اللي بيغير لي الكثافة حاجتين بس، نوع المادة ودرجة الحرارة. بالله عليكم نركز فيها علشان دي حاجة مهمة جدا جدا. يبقى ولا الكتلة ولا الحجم بيأثروا لي على الكثافة. يعني أنا لو جيت عملت لك شكل من بياني كده، قلت لك هنا الرو وهنا الام، هل لو العلاقة ما بينهم علاقة ايه؟ هتقول لي علاقة ثابتة، ولا ما بيأثروش على بعض. العلاقة ما بين الرو والعلاقة ما بين الفوليوم، العلاقة ما بينهم ايه؟ علاقة ثابتة، ما بيتغيروش. يعني العلاقة ما بين الكتلة والكثافة ثابتة، العلاقة ما بين الحجم والكثافة برضو ايه؟ ثابت. طب لو جيت قلت لك مثلا العلاقة ما بين الرو والعلاقة ما بين درجة الحرارة اللي هي التمبريتشر، هتقول لي ايه؟ اه، دي بقى في علاقة، هشوف هي طردية ولا ايه ولا عكسية. تمام كده. هتقول لي تمام. بص بقى، الجزء اللي جاي ده جزء المسائل. احنا دلوقتي مش احنا قلنا الكثافة ثابتة؟ هتقول لي اه. لو انا قلت لك نفس المادة وبنقارن فيها حاجة، هتقول لي ام 1 على ام 2 بيساوي فوليوم 1 على فوليوم 2. يعني ايه الكلام ده يا عم احمد؟ حاطط لك عليها مسائل ما تقلقش وهنشوفها. يبقى انا لو نفس المادة اجري على القانون ده بسرعة. هيقول لك مثلا انا مديك كتلة الاولاني ب3، وحجم الاولاني ب4، ومديك كتلة التاني ب10 مثلا، احسب لي حجم التاني. خلاص هنضرب مقص ونجيب حجم التاني. يبقى اول ما تلمح ان هما نفس المادة بجري على القانون ده بسرعة، اللي هو ام 1 على ام 2 بتساوي فوليوم 1 على فوليوم 2. في اي حاجة صعبة؟ ما فيهاش اي حاجة صعبة. ده ايه لو نفس المادة. طب لو مادتين مختلفين بقى، ده القانون بتاعها. ده الايه، ده القانون بتاع اللي هو رو 1 على رو 2، اللي هي الكثافة الأولى على الكثافة التانية، بتساوي ام 1 على ام 2 في فوليوم 2 على فوليوم ايه 1. يبقى دي فوليوم ايه، فوليوم 2 على فوليوم 1. نركز. بص بقى، لو انا جيت قلت لك
عندك حاجتين ايه ملحوظتين كده. لو انا قلت لك الكثافه ثابته، مش لو الكثافه ثابته اكنها طارت، يعني مثلا الكثافه هنا بتلاتة والكثافه هنا بتلاتة، هتقول لي اه الكثافه ثابته، يبقى رو واحد على رو اتنين بتساوي ام واحد على ام اتنين. يعني انا ممكن اول ما يقول لي الكثافه ثابته استخدم القانون ده على طول. طب لو الكتلة بقى هي اللي ثابتة، خلاص هطير الكتلة، صح؟ هروح قال جاي عند الكتلة اروح شاطبها، يبقى رو واحد على رو اتنين بتساوي فوليوم اتنين على فوليوم واحد. تمام كده؟ تمام. يبقى لو الكتلة، لو الحجم ثابت يبقى رو واحد على رو اتنين بتساوي ام واحد على ام اتنين. طب لو الكتلة هي اللي ثابتة، رو واحد على رو اتنين بتساوي فوليوم اتنين على فوليوم واحد. واديني كاتبهم اهو، وبرضه هنستخدمهم في المسائل وهتشوف هنستخدمهم ايه ازاي، فنركز فيهم. بص بقى، خليك فاكر ان حجم الاسطوانه بيساوي باي ار تربيع في اتش، اللي هو مساحه القاعده في الارتفاع. ما هي مساحه القاعده بتاعت الاسطوانه عباره عن دايره، مساحه الدايره باي ار تربيع في الارتفاع اللي هو اتش. تمام كده؟ عشان ده قانون، لو ايه لو مفيش حد فاكره، كده كده انا مجمع لك القوانين في ورقه في الاخر، متقلقش يعني كل حاجه موجوده. نيجي بقى عند حاجه اسمها الايه، الكثافه النسبيه. الكثافه النسبيه دي يعني ايه؟ انا بقول لك ان الكثافه النسبيه، بقول لك كثافه الماده على كثافه الميه، كده كده كثافه الميه ب1000. فانا لو عايز، بص بقى احفظها، لو عايز اجيب كثافه الماده بقول النسبيه في 1000. طب لو عايز اجيب النسبيه الماده على 1000، يعني ايه الكلام ده؟ لو انا قلت لك مثلا ان انت معاك ماده اسمها ماده الزيت مثلا، الزيت ده قلت لك الكثافه بتاعته 2700، صح؟ هتقول لي اه. اقول لك لو عايز اجيب بقى الكثافه النسبيه هتقول لي ان هي كثافه الماده على 1000. تمام كده؟ تمام. طب لو ما انا مديك النسبيه وعايز كثافه الماده هتقول لي النسبيه في 1000. ادي القانون الاولاني وادي القانون الايه التاني، برضه حاطط لك على دي سؤال علشان ايه تظبطها معانا. تمام كده؟ تمام. بص بقى، برضه في حته الكثافه النسبيه، طب قدر بقى ما ادانيش كثافه ماده ولا كثافه ميه اقسمهم على بعض واداني كتل او حجوم، هقول لو الحجم ثابت يبقى الرو النسبية بتساوي كتلة المادة على كتلة المية. لو الكتلة هي اللي متساوية يبقى الرو النسبية بتساوي حجم المية على حجم المادة، حجم المية على حجم المادة، حجم المية على ايه، على حجم المادة. يبقى انا دلوقتي ببص على الكثافة النسبية، هي كثافة المية على كثافة المادة على كثافة المية. يبقى انا لو عايز اجيب النسبية هتقول لي المادة على 1000، لو انا عايز اجيب المادة هتقول لي النسبية في 1000. تمام كده؟ تمام. هقول لك بقى طب قدر ما ادانيش الكثافات واداني كتلة او اداني حجم، هيقول لك ان في حاجة فيهم ثابتة. فلو انا عايز اجيب النسبية، رو النسبية لو الحجم ثابت يبقى كتلة المادة على كتلة المية. لو عايز اجيب الكثافة النسبية لو الكتلة ثابتة يبقى حجم المية على حجم المادة. بنعكس. تمام كده؟ تمام. ليه بنعكس؟ عشان العلاقة عكسية. تمام. هتقول لي تمام. نيجي ايه على اخر حاجة في الكثافة حرفيا، يعني انا ملخص لك الكثافة في شوية ايه، في شوية قوانين. حاجة اسمها الخليط. يعني ايه الخليط؟ لو انا جيت قلت لك مثلا انت معاك حاجة كده كتلتها بتلاتة، ورحت قلت لك حاطين عليها حاجة كتلتها بأربعة، هتدينا حاجة جديدة، صح؟ الحاجة الجديدة دي هتبقى كتلتها بكام؟ لو دي بتلاتة ودي بأربعة هتقول لي كتلتها بسبعة، طبعا أقول لك صح. فاحنا ايه بقى، لو حطينا حاجات مختلفة على بعض بنعملها كده. فانا دي بحاجة بنسميها خليط، زي اللي هو مش فاكر الصلصال بتاع زمان او السلايم. لو انت مثلا معاك سلايم اصفر وسلايم ازرق مش حاطينهم على بعض، السلايم الجديدة دي هتبقى حرفيا هي كتلة القديمة زي كتلة الأولانية وكتلة التانية، جمعناهم مع بعض هتقول لي اه. فدي بالظبط اول حاجه، لو احنا حطينا حجم اولاني مع حجم تاني يدينا حجم اسمه حجم الخليط. طب نيجي كده نفك الحجم، ام واحد على رو واحد زائد ام اتنين على رو اتنين بتساوي ام بتاعت الخليط على رو بتاعت الخليط. طب لو كنا بنخلط كتل هتقول لي رو واحد الكتله بتساوي ايه، الرو في الفوليوم اهو، مش احنا كان المثلث كده كان فوق ام وهنا رو وهنا ايه فوليوم، صح؟ يبقى الام بتساوي رو في فوليوم اهي، ام واحد تبقى رو واحد فوليوم واحد، ام اتنين رو اتنين فوليوم اتنين، ام تلاتة ام اللي هي بتاعة الخليط بقى تبقى رو في الفوليوم بتاع الايه، في الفوليوم بتاع الخليط. طب بص، ركز بقى معايا في الحته دي عشان الحته دي مهمه جدا وهتنفعك في المسائل. لو انا جيت دلوقتي قلت لك معاك كتله الماده الاولى ب10، كتله الماده التانيه ب20، مش شرط اجي اديك كتله الخليط، انت بقى المفروض تستنتجها. يعني كتله الخليط كده بكام؟ ب30.
تمام كده. فركز معايا في الحته دي. انا هاجي اديك كتله الماده الاولى وكتله الماده الثانيه، وهديك مثلا كثافه دي وكثافه دي، وهطلب منك دي. هتقول لي طب ما انا مش معاك كتله الخليط. هقول لك لا، ما انت بقى هتستنتجها ان دي 10 ودي 20، يبقى كتلته بكام؟ ب 30. ركز في الحته دي مهمه جدا. عند برضو الكثافه ايه؟ نفس الحوار. لو انا مثلا مديك الرودي ومديك الرودي، وانا عايز اصلا الرو بتاعت الخليط، وقلت لك مثلا الحجم الاولاني ب 10 والحجم التاني ب5، لازم انا اجي اقول لك ان حجم الخليط ب15؟ لا، انت استنتجه بنفسك بقى، ما انت مش صغير، انت راجل في تانية ثانوي. يبقى دول كده ايه؟ هيبقى حجم الخليط ب15. تمام كده. هتقول لي طب امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ صح. بص، لو اداك في السؤال حجم، استخدم قانون الكتل. لو اداك كتل، استخدم قانون الحجم. يعني ايه؟ يعني ازاي عكس؟ هقول لك. بص تعالى بس ننضف الحتة دي عشان اقول لك. انت دلوقتي اداك في السؤال حجم. اول ما يديك حجم بنشتغل كتل. ازاي؟ مش انا لو مديني حجم هقول له لازم أن القانون بتاعي يكون فيه حجم اهو، حجم حجم حجم. طب ما انا لو كان مديني حجم ورحت بصيت هنا، هستفاد ايه؟ ما هو القانون ام واحد ام اتنين ام، مش هعرف اعوض فيه. فبنعكس، لو مديك حجم روح عوض في الكتل، لو مديك كتل روح عوض في الحجم. تمام كده. تمام. نيجي ايه؟ كده احنا خلصنا الكثافة حرفيا. فأول، طب تعالى نراجع كده على الكثافة في السريع بسرعة، مش هتاخد معانا دقيقة حرفيا. عرفنا إن الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. تمام كده. وحدة القياس كيلو جرام متر أس -3، أو جرام في أو في سنتيمتر أس -3. نيجي العوامل المؤثرة على الكثافة. بص حطيت لك عليها مهمة جدا وهتتسأل فيها. الكثافة ما بتتغيرش غير بحاجتين: نوع المادة ودرجة الحرارة أو الضغط. تمام كده. اي حاجه في الدنيا تانية ما بتاثرش عليها. لو غيرت الكتله الكثافه ما بتتاثرش، لو غيرت الحجم الكثافه ايه؟ ما بتتاثرش. لو جه قال لك نفس الماده، يبقى ام واحد على ام اتنين بتساوي فوليوم واحد على فوليوم اتنين. لو قال لك مادتين مختلفين، بقول له رو واحد على رو اتنين بتساوي ام واحد على ام اتنين فوليوم اتنين على فوليوم واحد. لو قال لك الحجم ثابت، يبقى رو واحد على رو اتنين ام واحد على ام اتنين. لو قال لك لو الكتله هي اللي ثابته، يبقى رو واحد على رو اتنين بتساوي فوليوم اتنين على فوليوم واحد. تمام كده. تمام. وطبعا عرفنا الكثافة النسبية، اللي هي لو عايزين نجيب النسبية يبقى المادة على 1000، لو عايزين نجيب المادة النسبية في 1000، لو عايزين نجيب المادة النسبية في 1000، لو عايزين نجيب النسبية المادة على 1000. طبعا عرفنا ايه الكتل بتاعت الحجوم دي، مفيهاش أي حاجة. وعرفنا بتاعت الخليط دي نعمل فيها ايه. لو مديني كتل أعوض في بتاع الحجوم، لو مديني حجوم أعوض في بتاع الايه، في بتاع الكتل. طب تعالى نبص على الأسئلة ونشوف ايه الدنيا. تمام. بص اول حاجه انا جايب لك اسئله مباشره في الاول، وبعد كده ايه الاسئله بتبدا ترخم معاك. فاول حاجه مثلا عندنا بيقول لك حجم الغاز الضاعف. يعني الحجم لو بواحد بقى بكام؟ بقى باتنين، يعني الحجم بقى الضعف. اول حاجه عايز كثافه الغاز، ايه اللي هيحصل لها؟ هتقول لي درجه الحراره اتغيرت، هقول لك لا. نوع المادة اتغير، هقول لك لا خلاص تظل ثابتة. ليه؟ الحجم ما بيأثرليش على الكثافة، الكثافة ثابتة ما بتتغيرش غير بتغير المادة ودرجة الحرارة. تمام كده. تمام. بيقول لك حوض يحتوي على كمية من الجازولين، كتلتها بكذا، يبقى مديني الام، وحجمها بكذا مديني الفوليوم. عايز الكثافة، يبقى الكثافة بتساوي ايه؟ ام على فوليوم. صح كده؟ هتقولي صح. الام بكام؟ انا طلعتها 3450 على الفوليوم اللي هو بكام؟ الفوليوم هنا ب5. يبقى اما نيجي نقسمهم على بعض هتطلع معانا بالرقم ايه؟ بالرقم ده. في اي حاجة صعبة؟ لا. تمام كده. مفيهاش اي حاجة. خش على السؤال اللي ايه؟ السؤال اللي بعده. بيقول لك محلول بيتكون من 50 سنتيمتر مكعب من المية، وكثافة المية بكذا. يبقى هو دلوقتي مديني الحجم الأولاني اللي هو فوليوم الأولاني، ومديني الرو بتاعت المية اللي هي الرو واحد، مع 40 سنتيمتر مكعب من سائل آخر كثافته بكذا. يبقى مديني فوليوم اتنين وكثافته بكذا اللي هي رو اتنين بالرقم اللي هو مديهولي ده. عايز الحجم الكلي للمحلول مساوي الحجمين السائلين. عايز كثافة المحلول. أول حاجة هو مديني إيه؟ فوليوم. يبقى أنا أكتب قانون الكتل، يبقى ام واحد زائد الام اتنين بيساوي ام بتاعة الخليط اللي هي رو واحد فوليوم واحد زائد رو اتنين فوليوم اتنين بيساوي الرو بتاعة الخليط في الام بتاعة الخليط في الفوليوم بتاع الخليط، معلش، في الفوليوم بتاع الخليط. رو واحد بكام؟ هتقولي رو واحد ب1000، هقول لك ادي 1000 في فوليوم واحد بكام؟ هتقولي ب50 زائد الرو اتنين بكام؟
ب 820 في فوليوم 2 بكام؟ هتقول لي ب 40 بيساوي الرو اصلا انا عايزها في الحجم. هتقول لي يا باشمهندس ما هو مش مديني الحجم. اقول لك يا حبيب قلب الباشمهندس، احنا قلت لك انت اللي بتستنتجها. الفوليوم الاولاني ب 50 والفوليوم التاني ب 40، اما نحطهم على بعض هيدينا كام؟ 90. شفت سهله ازاي؟ استنتجناها. يبقى عرفت هو مديني حجوم، عوضت في قانون الايه؟ الكتل. هنعمل ايه بقى؟ دول هنحطهم على الآلة وهنقسم، هنروح قاسمين هنا على 90 والمعادلة من هنا كلها على 90. تمام كده هتلاقي طالعة معاك ايه؟ اختيار رقم ج. ما فيهاش اي حاجة حرفيا. بص، لمحت القانون عوضت فيه خلاص، ما فيهاش اي حاجة. تمام. نيجي نبص على دي، بيقول لك معاك كثافة الألمونيوم عند درجة حرارة بكذا. يبقى دي كثافة الألمونيوم اهي، الرو بتاعت الألمونيوم، ودرجة الحرارة ب4. مدينا الايه؟ بتقول لك تساوي 10 بس كذا. يبقى مدينا كثافة الألمونيوم عند درجة حرارة معينة بالرقم ده، ومدينا كثافة المية بالرقم ده اللي هي ب1000. أول حاجة عايز الكثافة النسبية للألمونيوم. احنا لو عايزين النسبية بنقول المادة على 1000. أدي المادة اللي هي 2700 على 1000. تمام كده هتدينا الايه؟ هتدينا الرقم ده. شفت سهلة ازاي؟ قلت لك هنعمل ايه؟ قلت لك يا معلم لو عايز النسبية يبقى المادة على 1000. رحت اعمل نفس اللي انا عملته. هو بعد كده بيقول لك عايز كتلة قطعة من الألمونيوم حجمها بكذا. يبقى هو عايز الام بتساوي الايه؟ الرو في الفوليوم. انت لازم بقى تكون حافظ القوانين، وانا كده كده كاتبها لك وملخصها لك. الرو بكام؟ اللي هي كثافة. هو عايز كتلة الألمونيوم، يبقى لازم رو ألمونيوم في حجم الألمونيوم. الرو بتاعت الألمونيوم ب 2700 اللي هي 2700 في حجم الألمونيوم بصفر علامة واحد. أهو هو مديني الحجم، لما أجي أضربهم في بعض تطلع لي إيه؟ 270. فيها أي حاجة صعبة؟ لأ. يبقى أول ما طلب الكثافة النسبية، صح أنا عارف إن النسبية بتساوي المادة على 1000. بعد كده عايز الكتلة بتساوي الكثافة في الحجم. الكتلة بتساوي الإيه؟ الكثافة في الحجم. نيجي على السؤال اللي بعده ده. بص أنا عايز بس أقول لك حاجة قبل ما نشتغل. أنا عارف إن انا بشتغل بكتله لازم تكون بالكيلو جرام، والحجم لازم يكون بالمتر المكعب. تمام، عشان بس ايه هحتاجها دلوقتي في السؤال ده. بص، اول حاجه بيقول لك وضع مكعب طول ضلعه بكذا على ميزان لقى القراءه بكذا. عايز الكثافه. اول حاجه الكثافه اللي هي الرو بتساوي الايه؟ الكتله على الحجم. هتقول لي الكتله بكام؟ هتلاقي ان الميزان قاري 21 بوينت 6 صح. هتقول لي هل هينفع اروح اعوض بيه على طول؟ هقول لك لا غلط. ليه؟ عشان بشتغل الكتله بالكيلو جرام. خلاص هقول لك ان الام بتساوي، مش انا عاوز احول من جرام لكيلو جرام هضرب في 10 اس سالب 3. هتقول لي يبقى الرقم ده ينزل في 10 اس سالب 3 اللي هو حولت من جرام لكيلو جرام. طب انا حولت ازاي؟ تعالى اقولها لك، مع ان المفروض تكون عارفها عشان ده من الشابتر الاول. مش من جرام لكيلو جرام، يبقى انا بحول من حاجه صغيره لحاجه كبيره. هتقول لي يبقى لازما الاس ده يكون سالب. تمام كده. ومن جرام لكيلو جرام 10 اس 3 بس، مفيهاش اي حاجه. نيجي على الحجم. انا محتاج اجيب الحجم. حجم المكعب بيساوي ال اس 3. ال اس ايه؟ ال اس 3. هو مديك ال بكام؟ ب 2. يبقى 2 في 10 اس سالب 2 الكل أس 3 ل 10 أس سالب 2. بحول من سنتي لمتر، برضو تحويلة من البتاع الأولاني تدينا 8 في 10 أس سالب 6. يبقى نيجي بقى نجيب له الإيه؟ محتاج الكثافة. الكثافة الكتلة بكام؟ بالرقم ده على الحجم اللي هو بالرقم ده. تيجي تقسمهم على بعض على الآلة، شوف بقى تطلع معاك بكام. استنى احسبها لك واحنا مع بعض اهو. تدينا 2 علامة 1 6 في 10 أس سالب 3 على 8 في 10 أس سالب إيه؟ سالب 6. تدينا 2700. هتدينا الاختيار رقم ألف. حد شايف فيها حاجة صعبة؟ الفكرة في المسألة كلها في التحويلة. أنا جايب لك المسألة دي عشان التحويلة. يبقى أنا ما بشتغلش على الجرام، بشتغل على الكيلو جرام. عشان أحول من جرام لكيلو جرام ضربت في إيه؟ في 10 أس سالب 3. بعد كده لو عايز أجيب حجم المكعب يبقى 2 في 10 أس سالب 2 الكل أس إيه؟ 3. خش على الجزء اللي بعده. بيقول لك معاك مادتين جسمين A و B. كده جسمين ايه؟ A و B. يبقى الجسمين مختلفين. بيقول لك لهم نفس الكتلة. ادام الجسمين مختلفين وليهم نفس الكتلة يبقى رو واحد على الرو 2 بيساوي فوليوم 2 على فوليوم واحد. شوف عملت ايه؟ حرفيا جريت على القانون. قال لك جسمين مختلفين
ماشي، راح قال لك نفس الكتله، نفس الكتله خلاص انا عارف، اول ما يقول لي جسمين مختلفين نفس الكتله، رو واحد على رو اتنين بتساوي فوليوم اتنين على فوليوم واحد. هو بيقول لك عايز فوليوم ايه على فوليوم بي، اكنه مثلا فوليوم واحد على فوليوم اتنين، قصدي عايز فوليوم اتنين على فوليوم واحد. يبقى الرو الاولانيه 3000، الرو التانيه ب 4000، لما اجي اعملها على الاله تطلع ب3 على 4. شايف فيها حاجه صعبه حرفيا؟ لا، انت بس لو عرفت تطلع القانون هتلاقيها طالعه معاك صح. بيقول لك النسبه بين كثافه المحلول الالكتروليتي بعد التفريغ إلى كثافته بعد إعادة الشحن أقل من الواحد، يبقى بعد التفريغ بتكون أقل من كثافته بعد الشحن. لو عكس لك قال لك إما بتيجي تشحن على بعد التفريغ يبقى أكبر من الواحد، خلي بالك من دي. بعد ما بتفرغ وبعد إعادة الشحن بتكون أقل من الواحد، لو عكس لك تبقى أكبر من الواحد. نركز هنا، بيقول لك هو عايز الفوليوم. أول حاجة الفوليوم بيساوي إيه؟ من مثلث حرف التي، الكتلة على الايه، على الكثافه. الكتله بكام؟ هتاخد لي رقم من هنا ورقم قصاده بتاع الكثافه من تحت. هتقول لي طب انا عايز اخد ده، هقول لك خد ده والكثافه لازم تكون بكده. اقول لك لو عايز تاخد ده الكثافه بكده، اللي انت عايزه. يبقى انا لو هاخد مثلا يا عم ده، تعالى ناخد ده. يبقى انا لو هاخد دلوقتي الكتله هتبقى 5 في 10 أس سالب 2، أهي أدي ال5 في 10 أس سالب 2 على الحجم اللي هو إيه 2.5 في 10 أس 3، يبقى 2.5 في 10 أس إيه أس 3. هتقول لي إيه؟ تمام، لما نيجي نقسمهم على بعض تطلع معانا 2 في 10 أس سالب 5، صح كده؟ مش أنا لو خليتها ضربت هنا في 10 العلامة بتتحرك واحدة هتبقى أس سالب 6، هتبقى 20 في 10 أس سالب 6. هتقول لي طب دي ازاي 10 أس سالب 6؟ أقول لك كده، مش دي سنتيمتر؟ السنتيمتر 10 أس سالب 2 صح؟ هتقول لي اه، أس 3 اعملها على الآلة هتلاقيها طالعة معاك 10 أس سالب إيه 6. انت لو وصلت للسؤال وطلعته 2 في 10 أس سالب 5 حطها على الآلة هتلاقيها طالعة معاك دي هي دي بالظبط، عشان ما توجعش دماغك. نركز، بيقول لك عايز ايه الشكل البياني المقابل لنص العلاقة بين مجموعة كتل من مادتين اكس وواي، دول كده ايه مادتين مختلفين، والحجم الكل منهما. يبقى دي الكتل وده الحجوم. عايز النسبة بين كثافة اكس إلى كثافة واي. بص، لو أنا عايز بكثافة اكس، مش الكثافة بتساوي كتلة على الحجم؟ هتقول لي اه. طب هنا مش مديني حاجة علشان اقسم فرق الصادات على فرق السينات، بس انا عارف ان هي لو جابها لي بزوايا بتبقى تان الزاوية، يبقى تان الزاوية اكس عامل زاوية قد ايه؟ ببدأ من هنا واروح لحد الاكس، الزاوية دي كلها بكام؟ دي 30 ودي 15 يبقى 45، يبقى كده الرو اكس بتان 45. طب تعالى نركز نجيب الرو واي، هتبقى تان من اول هنا لحد هنا، يبقى الواي ب 30، يبقى تان 30 هتطلع معانا في الاخر جذر 3، علشان تطلع معانا جذر 3. تعال نعيدها تاني. بص، احنا عارفين ان الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، مش الكتله على الحجم اكني قسمت الصادات على السينات، بس هنا مفيش صادات اقسمها على سينات. فاحنا عارفينها برضو من الرياضه ان انا لو عايز اجيب الميل اللي هو السلوب بيساوي تان الزاويه، يبقى تان اكس وهجيب هنا تان واي واقسمهم على بعض. تان اكس بكام؟ زاويه اكس لازم تبدا من هنا وتنتهي لحد هنا، تان اكس يبقى 45 على تان واي اللي هي تان 30 هتدينا جذر 3. بص، الشكل المقابل يوضح اسطوانة ومكعب كلاهما من الحديد، الاتنين من ايه؟ من الحديد، نفس المادة، يبقى M1 على M2 بيساوي فوليوم 1 على فوليوم ايه؟ على فوليوم 2، صح كده؟ صح. بص، رصيت القانون نفس المادة يبقى M1 على M2 فوليوم 1 على فوليوم 2، كاتب لك القانون بتاعها. هو عايز كتلة المكعب على كتلة الأسطوانة، يبقى حجم المكعب على حجم الأسطوانة. حجم المكعب بكام؟ حجم المكعب بيبقى ال أس 3، يبقى ال أس 3. طب حجم الأسطوانة، حجم الأسطوانة بيساوي، أنا لسه قايله لك اللي هو باي ار تربيع في اتش. الباي هتنزل زي ما هي، نص القطر، هو مديك القطر كله بال، يبقى نص القطر بنص ال، يبقى نص ال الكل ايه؟ تربيع، يبقى النص تربيع، لازما النص ال الكل تربيع في الارتفاع بال، ما هو الاتش ده ارتفاع يبقى ال. طب لما تيجي نفكها فوق هتبقى ال أس 3، تحت ادي كده الباي، لما تيجي تربع دي هتدينا 1 على 4 ال تربيع، وفي ال واحدة يبقى ال أس 3، دي هتطير مع دي، ومقام المقام بيطلع بس، هيبقى 4 على باي، هتدينا ايه؟ 4 على باي.
مفيهاش اي حاجه، قال لك نفس الماده يبقى ام واحد على ام اتنين فوليوم واحد على فوليوم اتنين. هو عايز كتله المكعب على كتله الاسطوانه، يبقى حجم المكعب على حجم الاسطوانه. حجم المكعب اللي تكعيب، حجم الاسطوانه باي ار تربيع اتش. اتش اللي هو الارتفاع، ار اللي هو نص القطر، وجبتها وعملت الدنيا زي الفل. بيديك مديني بص بقى، مديني هنا الكثافه النسبيه للخشب، عايز كثافه الخشب يبقى عايز كثافه الماده. لو انا عايز الماده يبقى النسبيه في 1000، ادي النسبيه وادي ال1000، لما نيجي نضربهم في بعض تدينا 600. شوف حرفيا يعني لو انا حافظ القوانين هحل كل حاجه صح. عايز الكتله، عايز كتله الخشب، الام بتاعت الخشب بتساوي ايه؟ الام بتساوي الرو في الفوليوم. الرو في الايه؟ في الفوليوم. الرو بكام؟ اللي هي كثافة الخشب لسه جايبينها ب600، في الفوليوم اللي هو الحجم ب1/10 تدينا 60. مفيهاش أي حاجة يعني، حرفيا زي السؤال اللي فوق. ده سؤال حلو، تعالوا نركز فيه. بيقول لك دورك كتلته وهو فارغ ب230، وكتلته وهو مملوء بالمية ب700، وكتلته وهو مملوء بالزيت ب600. عايز الكثافة النسبية للزيت، عايز الكثافة النسبية للزيت، مش انت عايز الرو النسبية؟ هتقول لي اه. يبقى انا مديك ايه؟ كتل، يبقى كتلة المادة على كتلة المية، على كتلة المية. كتلة المادة بكام؟ بص، الدورق وهو فاضي البتاع، يبقى انت مثلا معاك كوباية كده وهي فاضية كانت ب230، اما جيت حطيت فيها مية بقى كتلتها ب700، يبقى كده كتلة المية ب700. هقول لك غلط، كتلة المية هتقول لي ال700 اللي هو الوزن كله ناقص كتلة الكوباية، هتطلع معاك ب470 على كتلة الايه بقى؟ دي كتلة المية، ما لسه مش دلوقتي. يبقى انا كده جبت كتلة المية ب470. عايز اجيب كتلة الزيت بقى. الدورق هنقول 600 ناقص ال230 هتدينا كام؟ ادي كده 400، يبقى 370. هتبقى 300 وكام؟ و70. اما نيجي نقسمهم على بعض هقول لك هتطلع لنا كام. 370 على 470، صفر علامة 787 اللي هو الاختيار رقم د. هقول لك جت منين. بص، مش احنا قلنا لو عايزين نجيب الكثافة النسبية يبقى كثافة المادة، لو عايزين نجيب النسبية يبقى المادة على 1000. طب هنا مش مديني كثافات، أقول لك خلاص نركز بقى. مش احنا لو مش مديني كثافات مديني كتل، وأنا عايز أجيب الرو النسبية، يبقى كتلة المادة ام بتاعة المادة على ام بتاعة المية. هتقول لي اه، هتقول لي يبقى 700 على 600. أقول لك غلط، ولبست أحلى حاجة في الدنيا والسؤال كله هتحسب لك غلط. يا حبيب قلبي أنا بقول لك مثلا معاك كوباية كده، الكوباية دي كتلتها يا عم ب20، رحت انا اما حطيت فيها ميه بقى كتلتها ب30. كتله الميه كده كام؟ هتقول لي ب10. هقول لك عرفتها منين؟ قلت لي طرحت ال30 اللي هي كتلتها كلها ناقص كتله الدورق فاديت لي كتله الميه. عملت هنا جبت كتله الزيت طلع معايا ب370، جبت كتله الميه طلعت معايا ب470، او قسمتهم على بعض طلعت معايا، وظبطت الايه؟ وظبطت الدنيا. بيقول لك بقى عايز سعه الدورق. سعه الدورق اللي هو الحجم، الحجم بيساوي الايه؟ الكتله على الرو، كتلة على الايه؟ على الكثافة. الكتلة تتدورك بكم؟ احنا دلوقتي عايزين سعة الدورك اللي هو الحجم يعني. فانت لو عايز الحجم، ما احنا معانا كتلة الزيت صح، نقسمها على حجم الزيت، نقسمها على كثافة الزيت هتدينا الحجم. كتلة الزيت بكام؟ كتلة الزيت ب370 على كثافة الزيت. كثافة الزيت ما هي مش معانا، يبقى كنا ممكن نجيبها بطريقة تانية اللي هي كتلة المية على كثافة المية. كتلة المية بكام؟ ب470 على كثافة المية ب1000، تطلع معانا الرقم ده. مفيهاش أي حاجة. حد شايف أي حاجة صعبة؟ لأ. تعال، بيقول لك إناء سعته بكذا، سعته بنص، يبقى ده الحجم. الفوليوم بكام؟ بالحجم، يبقى ده حجم الإناء. مملوء بمزيج من سائلين A و B، كده مادتين مختلفين. كثافة A ب800، يبقى ده كده الرو A. كثافة B ب1800. إذا كان حجم السائل A ب2/10، يبقى حجم A بكام؟ ب2/10، يبقى فوليوم A ب2/10. عايز بقى كثافة المزيج، هو مديني هنا ايه؟ مديني حجوم، يبقى انا اعوض في قانون الكتل. يبقى رو واحد فوليوم واحد زائد رو اتنين فوليوم اتنين بيساوي الرو في الايه؟ في الفوليوم. اول حاجة الرو واحد بكم؟ اللي هي مثلا انا هسمي المادة دي ايه، المادة دي ايه، المادة دي بي، المادة دي بي. رو ايه بكم؟ هتقول لي ب800 مضروبة في حجم ايه بكام؟ ب2/10 زائد
روبي بكام؟ ب1800. طب فوليوم بي بقى بكام؟ بص الإناء كله كان بنص، A خد 2/10، يبقى B هياخد 3/10. جت منين ال3/10؟ لو أنا دلوقتي بقولك الإناء حجمه ب5، حجمه بكام؟ ب5. المية خدت 2، يبقى المادة A خدت 2، يبقى المادة B هتاخد 3. هي اهي 3/10 بيساوي الرو اللي انا عايزها في الفوليوم اللي هو بنص. هقسم هنا على النص واقسم المعادلة دي كلها على النص وتشوف هتطلع معانا بكام، بس ما فيهاش اي حاجة. يعني ممكن نعملها مع بعض، استنى اعملها لك على الآلة. يبقى 800 في 2/10 زائد 1800 في ده على ده، تطلع معانا ب1400. تطلع معانا بكام؟ ب1400. مفيهاش أي حاجة. اداني هجوم، عوضت في قانون الكتل، بس حرفيا الخطوة اللي بعملها بثبتها في كله. نركز. بيقول لك خلطت كتلتين متساويين، يبقى الكتل مالها؟ الكتل متساوية. فأدام الكتل متساوية يبقى رو واحد على الرو اتنين بيساوي فوليوم اتنين على فوليوم واحد. عايز كثافة الخليط صح؟ هقول لك ما هو ده كده لو بتاع ادام اول ما يقول لك خلطت كتلتين متساويين يبقى هنعمل ايه بقى؟ مدينا الكتل، يبقى نعوض في قانون الحجوم. ادام مدينا الكتل نعوض في قانون الحجوم. يبقى ام واحد على رو واحد بتزائد ام اتنين على رو اتنين بيساوي الام بتاعت الخليط على الرو بتاعت الخليط. بص الام واحد بكام؟ الكتلتين متساويين، هسمي دي ام، زائد الام اتنين برضو بام بيساوي كتلة الخليط هتكون بكام؟ لو المادة الأولى بام والمادة التانية بام يبقى كتلة الخليط بكام؟ باتنين ام. سهلة سهلة. نيجي بقى على رو واحد. رو واحد برو، رو اتنين بتلاتة رو. الرو بتاعت الخليط اصلا انا عايزها، هنسمي بص انا هعملها بلون مختلف عشان تكون واضحه معانا. الرو اللي انا عايزها مش الام هتطير مع الام هتطير مع الام، هتقول لي اه يفضل لي واحد على رو زائد واحد على تلاتة ايه رو بيساوي اتنين على الرو اصلا اللي انا عايزها اهي، انا معلم لك عليها جنبها اهي. خلاص اما نيجي نعملها على الآلة شيفت كالك هتطلع معانا بأربعة على التلاتة. معرفتش تعملها تعالى اكملها معاك عشان ايه ما اسيبكش فيها. يبقى انا عندي بنوحد مقامات ازاي؟ بضرب ده في ده وده في ده واحطهم فوق على ضرب دول. يعني ايه؟ ده في ده هيبقى 3 رو تربيع على فوق هيبقى دي رو ودي 3 رو يبقى 4 رو بيساوي 2 على الايه؟ 2 على الرو اللي انا عايزها. عايزين نجيبها، اشوف بقى ايه هتطلع معانا بكام واديني ايه بسطتها لك. استنى كده. يبقى دي هيطير مع التربيع، يبقى دي كده 2 في 3 ب6، 6 على 4 فيها التلاتة يبقى 6 على 4، 6 على 2 فيها التلاتة على 2 فيها الاتنين، معلش تبقى ب3 على 2. تمام انا بس كنت حاسبها غلط. بس يعني المهم ان انت فهمت الفكرة، فاهم قصدي؟ يعني انت فهمت الفكرة. الحتة دي بقى حتة رياضة، انت وحد مقامات واشتغلها. متعرفش تشغلها كده حلها شيفت كالك على الآلة هتيجي معاك برضه. بص معاك كميتين متساويين من سائلين، واحد اسمه اكس وواحد اسمه واي، كده مادتين مختلفين. ومديني الحجوم هروح اعوض في الكتل، مديني الحجوم هروح اعوض في الكتل على طول. يبقى رو واحد في فوليوم واحد زائد رو اتنين فوليوم اتنين بيساوي الرو في الفوليوم بتاع الايه؟ في الفوليوم بتاع الخليط. بيقول لك ان الحجم بتاع اكس بفوليوم اهو، عوضت مكان اكس بفوليوم، والحجم بتاع واي باتنين فوليوم. ادي الحجم بتاع واي باتنين ايه فوليوم. يبقى الحجم الجديد الحجم بتاع الخليط بكام؟ هتقولي بتلاتة فوليوم. ما شاء الله عليك. اذا كانت كثافة اكس بألف، ادي حطيت مكان اكس 1000، هحط مكان واي ب2000، مديني كثافة واي ب2000. هو بقى عايز ايه؟ عايز كثافة الايه؟ عايز كثافة الخليط اللي هي الرو دي. يبقى مش انا الحجم هيطير مع الحجم هيطير مع الحجم، هنا 1000 و4000 5000، 5000 على التلاتة. 5000 على الكام؟ على التلاتة. ليه؟ قسمت هنا على التلاتة وهقسم هنا على التلاتة ادتني 1000، وهنا دول 4000 اللي هو 2000 في 2 ب4000 زائد 1000 5000. 5000 على التلاتة المفروض هتطلع معانا 1600. تمام كده مفيهاش أي حاجة صعبة يعني، هي زي اللي فوقيها بالظبط زي الحاجات اللي احنا حليناها. ماشي نبدأ من أول هنا بقى، ده أسئلة السريان. نرجع نشرح السريان وإيه ونجيلها تاني. تمام. عندنا إيه السريان؟
بص يا حبيب قلبي، السريان اسهل ومسائل له اسهل. يبقى نشوف بس شويه النظر اللي في الاول. يعني ايه بقى السريان؟ السريان ده في منه نوعين، نوع اسمه سريان هادئ ونوع اسمه سريان مضطرب. بص هتفق معاك اتفاق. السريان الهادئ احفظه واعكسه في المضطرب، يعني اللي هتعمله في الهادئ بنعكسه في المضطرب. لو انا قلت لك السريان الهادئ بيمشي بسرعه صغيره، يبقى السريان المضطرب بيمشي بسرعه كبيره. شفت سهله ازاي؟ هقول لك السريان الهادئ ليه اربع ميزات: ان هو مفهوش احتكاك، مفهوش دوامات، السرعه ثابته، كميه الماء اللي داخل بيساوي كميه الماء اللي خارج. احفظهم تاني: مفيش احتكاك، مفيش دوامات، السرعه ثابته، اللي داخل بيساوي اللي خارج. مفيش احتكاك، مفيش دوامات، السرعه ثابته، اللي داخل بيساوي الايه اللي خارج. طب السريان المضطرب اعكس: في احتكاك، في دوامات، السرعه مش ثابته، اللي داخل ما بيساويش اللي ايه ما بيساويش اللي خارج. تمام كده، مفيهاش اي حاجه صعبه. طب امتى بقى السريان الهادئ ده يتحول لسريان مضطرب؟ السريان الهادئ بيتحول لسريان مضطرب لو السرعة اتحولت من سرعة صغيرة لسرعة كبيرة. بس مفيهاش أي حاجة. نيجي بقى لجزء المسائل اللي هو إيه؟ اللي هو معدل السريان. بس قبل جزء المسائل عايز أشرح لك حاجة، الحاجة اسمها خطوط الانسياب. يعني إيه خطوط الانسياب؟ بص، لو أنا قلت لك مثلا عندك أنبوبة كده، كان ماشي فيها خطوط مية كده، فيها ماشي فيها مية. الخطوط دي بنسميها حاجه اسمها خطوط الانسياب. ايه خطوط الانسياب دي؟ بيقول لك خطوط الانسياب دي خطوط اصلا وهميه. شفت خطوط الطول ودوائر العرض اللي في الدراسات كنا بناخدها في اعدادي؟ هي زيها بالظبط. فخطوط السريان دي هي اكنها زي خطوط الطول ودوائر العرض، خطوط وهميه ومتوازيه. متوازيه يعني ما ينفعش تتقاطع مع بعض. يبقى كده لو انا عايز اعرف خطوط الانسياب دي، من خصائصها ان هي ما بتتقطعش. ليه؟ عشان هي متوازيه. يبقى خطوط وهمية لا تتقاطع. ليه؟ عشان هي متوازية. بص بقى، ليها ميزتين مهمين جدا. لو وخطوط الانسياب دي ثابتة، يعني خطوط الانسياب هنا زي هنا زي هنا، خطوط الانسياب على طول ثابتة. خطوط الانسياب على طول ثابتة، ركز فيها علشان عليها سؤال. خطوط الانسياب مالها على طول ثابتة. نيجي بقى لايه؟ حاجة مهمة. خطوط الانسياب دي لو انا جيت قلت لك خطوط الانسياب هنا كتيرة يبقى السرعة هنا عالية، لو خطوط الانسياب هنا قليلة يبقى السرعة هنا قليلة. يبقى نركز: لو كثافة خطوط الانسياب كبيرة يبقى السرعة كبيرة، كثافة خطوط الانسياب قليلة يبقى السرعة قليلة. ركز في دي خالص عشان انا مش حاططها هنا في الورق، تمام؟ بس المهم تكون عارفها، انا كنت بعتها لكم قبل كده. نيجي بقى ايه عند حاجة تانية. بص، برضه خطوط الانسياب دي بتوضح لي الاتجاه. يعني لو خطوط الانسياب ماشيه كده 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 كده، يبقى الاتجاه ماشي ازاي؟ الاتجاه ماشي من هنا لهنا. يبقى خطوط الانسياب بتوضح لي الايه بتوضح لي الاتجاه. نيجي بقى ايه للمسائل. عندي حاجتين، واحد اسمه معدل سريان كتلي ومعدل سريان حجمي. معدل السريان الكتلي اسمه كيو ام، معدل السريان الحجمي كيو في. الكيو في ليه قانونين: يا اما فوليوم على زمن، يا اما الاي في الفي. الاي مساحه والفي سرعة. ال A مساحة وال V اهي سرعة. تمام كده، يبقى ال QV ليها قانونين: فوليوم على T أو FV. طب ال QM؟ ال QM يا إما M على T، يا إما رو في AV، يا إما فوليوم في رو على T. احفظ لي الاتنين دول الاتنين المهمين بالنسبة لي. تمام كده، يبقى ال QV فوليوم على T أو FV. طب ال QM M على T أو رو في AV. طب بص، مش أنا ممكن أشيل ال A في ال V من دي؟ مش الكيو في بتساوي الاف ال في؟ مش ممكن اشيل الاف في دي واحط الكيو في؟ هتقول لي اه. يبقى الكيو ام كده بتساوي الرو في الكيو في، الرو في الكيو ايه في الكيو في. محتاجة تحفظ المربع ده، تحفظ المربع ده، دي تحفظها مهمة زي اسمك، دي مهمة زي اسمك. تمام كده، لو حفظت الثلاث قوانين دول السريان بالنسبة لك سهل، مفيهوش أي حاجة. سؤال بقى مهم جدا، وإن شاء الله إن شاء الله احتمال يعني يجي بكرة، علشان إيه؟ حاجة كويسة كده. بيقول لك لو قسمنا معدل السريان الكتلي على معدل السريان الحجمي بيدينا الكثافة. يبقى خارج قسمة معدل السريان الكتلي على معدل السريان الحجمي الكثافة. الكثافة خارج قسمة معدل السريان الكتلي على معدل السريان الحجمي هي الكثافة. نركز فيها. نيجي بعديها بقى لآخر قانون، حاجة اسمها معادلة الاستمرارية. قبل معادلة الاستمرارية عايز بس أقول لك حاجة: مش انت دلوقتي لو عندك خرطوم المطافي بيكون ضيق؟ هتقولي اه. يبقى انا لو عندي فتحة الحاجة بتاعتي ضيقة سرعة المية بتطلع منها كبيرة جدا. لو فتحة الخرطوم بتاعتي بتكون كبيرة سرعة المية بتخرج ايه ببطء. يبقى انا المساحة كده تتناسب مع السرعة ايه تناسب عكسي. يبقى السرعة والمساحة بيتناسبوا مع بعض تناسب عكسي. لو عندنا مثلا ده خرطوم اهو، مش سرعة المية هنا أبطأ من سرعة المية هنا؟ هتقولي اه. يبقى المساحة لو كبيرة
السرعة قليلة، لو المساحة قليلة السرعة كبيرة، الاتنين عكس بعض. يبقى في واحد على في اتنين بتساوي اتنين على اي واحد. في واحد على في اتنين بتساوي اتنين على اي واحد، ركز فيها. طب ده لو مدينا مساحات. طب لو مدينا انصاف اكتر خلاص يبقى في واحد على في اتنين بتساوي ار اتنين تربيع على ار واحد. خليك فاكر دول عشان برضو عليهم مسائل. خلينا فاكرين كل ما المساحة تكون كبيرة السرعة تكون قليلة. تمام كده؟ تمام. نيجي بقى ايه لمعادلة الاستمرارية بقى. بص، لو عندك المخارج دي متساوية، يعني ايه؟ لو انا قلت لك ده المدخل مثلا بتاعنا اللي هي الماسورة الرئيسية، بتطلع لكل شقة ماسورة وكل المواسير بتاعت الشقة دي متساوية، يبقى ال A في ال V بتساوي اللي هي ال A في ال V اللي ادي المساحة وادي السرعة. ال A في ال V بتساوي، باخد واحدة واضربها في عددهم. يبقى انا لو مثلا كان عندي 10 شقق، يبقى باخد ال A في ال V بتاعت الشقة الأولانية واضربها في 10، ان دي عدد المخارج. يبقى ال A في ال V اللي هو بتاعت الماسورة الرئيسية بتساوي ال N في ال A واحد في ال V واحد. طب لو مش متساوية هضطر باخدهم كلهم. يبقى المدخل ده، المدخل بيساوي المخرج الاولاني زائد المخرج التاني زائد المخرج الايه التالت. يبقى الايه في الفي بتساوي ايه واحد في واحد زائد اتنين في اتنين زائد تلاتة في تلاتة. طبعا عارفين ايه مساحة في سرعة. ده لو مديني مساحة. طب لو مديني نص قطر خلاص هشيل المساحة واحط مكانها ار تربيع، شيل المساحة واحط مكانها ار واحد تربيع، شيل الاتنين واحط مكانها ار اتنين تربيع، شيل الايه واحط مكانها ار تلاتة ايه تربيع. حرفيا ده السريان مفيهوش اي حاجة تاني. نيجي نشوف مسائله بقى. نشوف ايه؟ نشوف مسائله. حرفيا يعني قلناه في السريع وما فيهوش اي حاجه. لو في اي حاجه صعبه يعني لو حاجه مش واضحه معاك ابعت لي على الواتساب وان شاء الله ايه نوضحها مع بعض باذن الله. بيقول لك عايز الزمن اللي لازم لملء حوض حجمه بكذا، يبقى مديني الحجم اللي هو الفوليوم، ينساب منه الماء بمعدل كذا. بص، كيلو جرام على الثانيه قسم كتلة على زمن، يبقى ده الكيو ام اللي هو معدل السريان الكتلي. هو عايز الايه بقى؟ عايز الزمن التي. مش انا دلوقتي عارف اهو، تعالى، مش الكيو ام بتساوي الكيو ام بتساوي ايه اهو؟ استنى، الكيو ام الكيو ام بتساوي الرو في الايه في الفي، صح؟ وبيساوي حاجة تاني، فوليوم في رو على ايه؟ على تي. هتقول لي تمام. الرو بكام؟ هو مديني الكثافة ب1000، هعوض مكانها ب1000 في، مش ده اصلا اللي هو الكيو ام؟ هتقول لي يبقى انا اصلا كنت ممكن ما استخدمش ده، اسويها على طول بالايه بالكيو ام بس واعوض فيها ايه زي ما هي. يبقى معلش هنحتاج نمسح دي ونقرب الكيو ام منها عشان القانون يبقى ايه موجود على طول. انا بحل معاك على طول، يعني انا اصلا بشوف انهي قانون اللي هينفع. انا كنت بجربه، رصيت كل القوانين واللي لقيت المعطى بتاعه ناقص مسحت. الكيو ام بكام؟ بنص. نص ده هيساوي الفوليوم بكام؟ الحجم باتنين في الرو بكام؟ الرو ب1000. وادي التي، مش لو عايز اجيبها اضرب مقص يبقى التي هتساوي اتنين في اتنين في 1000 هتساوي 4000. 4000 هتطلع في الاختيارات مش هتلاقي 4000، هتقول لي انت حاجة غلط. اقول لك يا حبيبي ركز، عشان ال 4000 دي التلات اصفار دول اكنهم 10 اس 3، فهتكون دي. تمام كده؟ تمام. اول ما تطلعها كده حط دي على الآلة هتطلع لك دي عشان ما تتلخبطش. تمام كده؟ بص، بيقول لك عندك انبوبة القطر بتاعها كذا والسرعة المية فيها بكذا. بيقول لك دخلت منزل فالقطر بتاعها صغر بقى بواحد. وبيدينا كثافة المية. أول حاجة عايز سرعة المية داخل المنزل. مش احنا عارفين أدام البتاعة اتغيرت يبقى في واحد على الفي اتنين بيساوي ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. القانون ده أنا قايل لك تحفظه. تمام. هنعوض فيه تعويض مباشر. السرعة الأولانية بكام؟ 1/10. هو عايز السرعة التانية اللي هي الفي اتنين بتساوي نص القطر ار اتنين بكام؟ بواحد. بس ده القطر، يبقى انا لو عايز اجيب نص القطر اقول له نص القطر تربيع، يبقى اللي هو نص الكل ايه تربيع على نص القطر بتاع الاولاني القطر باتنين، يبقى نص القطر بواحد، يبقى واحد تربيع. لما نيجي نعملها اللي هو نضرب مقص هتبقى ال V2 بتساوي اللي قدام ال V2 النص تربيع، يبقى النص تربيع ده هيبقى تحت، وهنا 1/10 في الواحد تربيع هتدينا 4/10. هتدينا كام؟ 4/10. يبقى كده ال V2 ب4/10. طب تعالى بقى عايز اتأكد ان انا صح. مش قلنا كل ما المساحة تقل السرعة بتزيد؟ هتقول لي مش المساحة قلت
والسرعة زادت. السرعة كانت ب1/10، يبقى أنا لازم الناتج بتاعي يطلع لي أكبر من ال1/10. وجيت بصيت لقيته ب4/10، يبقى أنا صح. عايز بقى كتلة وحجم الماء الذي ينساب كل دقيقة. يبقى لو عايز تجيب الكتلة اضرب الزمن في الكيو ام، اضرب الزمن في الكيو في، هتجيب الايه؟ الكتلة والحجم. تمام كده؟ تمام. السؤال ده اهو لسه قايلينه. الطرف ايه اهو والطرف بي. الطرف ايه زي ما احنا شايفين المساحة بتاعته كبيرة، يبقى السرعة بتاعته قليلة. الطرف بي المساحة بتاعته قليلة، يبقى السرعة بتاعته كبيرة. نبص بقى، بيقول لك يدخل من الطرف ايه ويخرج من الطرف بي. بص، معدل سريان السائل عند ايه اكبر من معدل سريان السائل عند بي؟ ملهاش علاقة. طب تعالى كده نبص على ج. سرعة السائل عند ايه اقل من سرعة السائل عند بي؟ هقول لك اه صح. ليه بقى صح؟ علشان احنا قايلين كل ما المساحة تكون كبيرة السرعة بتكون قليلة. السرعة بتكون قليلة، فالسرعة عند ايه اقل من السرعة عند ايه؟ عند بي. بيقول لك في السريان الطبقي تكون النسبة بين عدد خطوط الانسياب في الحتة الضيقة إلى عددها في الحتة الواسعة. احنا قلنا عدد خطوط الانسياب ماله ثابت. عدد خطوط الانسياب ماله ثابت. انا قلت لك ساعة اللي هي انبوبة، قلت لك عدد خطوط الانسياب ده عدد ثابت. عدد ماله ثابت. بص بقى، لو عندك المساحة قليلة فإن كثافة خطوط الانسياب يعني إيه؟ لو أنا مثلا قلت لك عندك أنبوبة كده وكل ما بمشي هي بتبقى ضيقة، فلو قلت لك داخل من هنا 10 يا عم 4 خطوط، كثافة الخطوط هنا هل زي هيكون كثافة ال4 خطوط هنا؟ هتقولي لا، الكثافة مالها هنا عالية. الكثافة دي أكنها الزحمة، فالدنيا هنا زحمة أكتر ولا لأ؟ هتقولي اه. فكده الكثافة كل ما المساحة بتقل الكثافة مالها بتزيد، كل ما المساحة بتقل الكثافة بتزيد. الحتة دي مهمة جدا، السؤال ده مهم، السؤال ده مهم. النسبة بين معدل السريان الكتلي إلى معدل السريان الحجمي، محفظها لك الكثافة على طول. الكثافة بيقول لك سائل كثافته ب1000 يسري سريانا هادئا بمعدل 10 كيلو جرام على الثانية. ده اللي هي الكيو ايه؟ الكيو ام. والمساحة مدالي بكذا. عايز السرعة، مش أنا عارف إن الكيو ام بتساوي الاي في الفي في الرو؟ هتقولي اه. يبقى أنا لو عايز أجيب السرعة اللي هي الفي بتساوي الكيو ام على الاي في الفي. اللي انا عايزه اقسم على اللي جنبه. انا عايز الفي يبقى عين المساحه وعين الرو، اقسم عليهم. قسمت الكيو ام بكام؟ الكيو ام ب10 على الاي بكام؟ بنص، في الفي بكام؟ قصدي الرو بكام؟ ب1000. يبقى انا اصلا لا، ده انا كنت عايز الفي، يبقى انا هحط هنا الرو. معلش معلش. يبقى هنا كام؟ 1000. تمام كده. لو انا عايز اجيبها بقى ادي كده 500، يبقى 5 من ايه؟ 5 من 100. تمام، مفيهاش أي حاجة، تعويض مباشر في القانون اللي احنا واخدينه. نبص هنا بيقول لك سريانا هادئا. أول ما يقول لك سريان هادئ يبقى السرعة ثابتة. مديلك السرعة ب5، مديني الفي ومديني القطر. هل أنا بشتغل على القطر؟ غلط، أنا بشتغل على نص القطر. يبقى الآر بتساوي 1 سنتي، اللي هي 1/10 أس -2. -2. عايز الحجم خلال دقيقة. الفي مش الكيو في. احنا خدنا ليها قانونين بس، يا اما فوليوم على تي يا اما الاي في الفي. هتقولي اه، انا معايا الفي ب5 عوضت بيها. مديني المساحة، هقول لك تعرف تجيبها، مش هو مديك نص القطر وده دايرة، مساحة الدايرة بتساوي باي ار تربيع. عوض يا معلم. الباي هتنزل، الار تربيع، الار احنا جايبينها ب1/10 أس -2 الكل تربيع. كده انا جبت الايه؟ كده انا جبت المساحة. صح ولا لأ؟ هتقولي صح. طب الفوليو هو عايز الايه؟ عايز الحجم، يبقى هنزل الفوليو. طب التي، التي بكام خلال دقيقة؟ الدقيقة فيها 60 ثانية. اضرب هنا ال60 هتلاقي الناتج طلع معاك. شوف بقى يطلع معاك كام الناتج. هيطلع، تعالى احسبهولك. 5 في 60 في باي في 10 أس -ايه؟ 4. يطلع معانا بالرقم ده. يطلع معانا بالرقم ايه؟ بالرقم ده. مفيهوش اي حاجه صعبه. عايز بقى الزمن اللازم لكي يمتلئ خزان سعته بكذا، يبقى مديني الحجم وعايز الزمن. يبقى انا مش انا عارف ان الكيو في بتساوي الفوليوم على التي. انا عايز التي صح، هجيب التي هنا وانزل الفوليوم تحت. يبقى التي بتساوي فوليوم على الكيو في. الفوليوم بكام؟ مديني الحجم ب20، هو اللي قايل لي اهو. الكيو في انا لسه جايبها بالرقم ده، اللي هو ايه؟ الرقم ده صح كده. اقسمهم على بعض شوف هتطلع كام. يبقى 20 على الرقم ده
تطلع معانا بالثواني، يبقى كام ثانية؟ هتدينا 212 ثانية. 212 ثانية دي لو أنا عايز أجيبهم بالدقيقة، اقسم على 60 هتدينا ايه؟ 3 دقايق. هتدينا ايه؟ 3 دقايق. يبقى انت الرقم بيطلع لك 212 ثانية، هتروح تختار دي، هقول لك غلط، احنا عايزينها بالدقيقة. يبقى نحول من دقيقة، من ثانية لدقيقة، نقسم على ايه؟ نقسم على 60. حد شايف فيها حاجة صعبة؟ انا اظن الدنيا فيها سهلة. لو ما فهمتهاش عيدها تاني، ما فهمتهاش بقى خلاص ابعت لي على الواتساب، ما تقلقش يعني، مع بعض يعني مش هسيبك. السؤال ده مهم جدا 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 جدا، عشان في كذا حاجة يعني ايه مش مباشرة، فهنوضحها مع بعض. يقول لك أنبوبة في الطابق الأرضي مساحتها بكذا، وفي الطابق العلوي مساحتها بكذا، يبقى مساحتها صغرت فوق. الماء يسري سريانا ايه؟ هادئا. سريانا ايه؟ هادئا. كانت سرعته عند الطابق الأرضي باتنين، فسرعته في أي طابق في الدنيا هتكون باتنين برضو. ليه؟ عشان ده سريان هادئ، واحنا قلنا في السريان الهادئ السرعة ثابتة. يبقى سرعته عند الطابق العلوي باتنين. ليه؟ عشان ده سريان هادئ، والسريان الهادئ السرعة مالها؟ السرعة ثابتة. عايز معدل التدفق والحجم الكيو في. الكيو في بتساوي الايه؟ ليها قانونين، يا اما فوليوم على تي، يا اما الايه في الفي. كتبت القوانين بقى وهشوف ايه اللي موجود فيهم عشان اعوض في القانون. هو من معايا انا لقيت اصلا مديني المساحه ومديني السرعه، خلاص عايز عند الطابق الارضي. مساحه الطابق الارضي 4 في 10 أس -2 الكل تربيع. 10 أس -2 الكل ايه؟ تربيع، عشان حولت من سنتيمتر مربع لمتر. في السرعه بكام؟ السرعه ثابته باتنين، هتطلع معانا بالرقم ده اللي هو 8 في 10 أس -4. هتشايف فيها حاجة صعبة؟ عوضت في القانون تعويض مباشر. عايز معدل التدفق الكتلي الكيو ام. الكيو ام بتساوي الايه؟ مش الكيو ام بتساوي الرو في الكيو في؟ هتقول لي اه الرو بكام؟ ما هي ب1000. كيو في بكام؟ لسه جايبينها اللي هي 8 في 10 أس -4، تطلع معانا ب8 من 10. حرفيا تعويض مباشر في القوانين، انا فاهم القوانين وحافظها، اعرف احل اي مسألة من اللي هو بيجيبها لي دي. نيجي بقى لمعادلة الاستمرارية. احنا عارفين اول ما يقولك كده يبقى Vx في Ax بيساوي Vy في Ay زائد Vz في ايه؟ في Az. ال Vx بكام؟ السرعة عند x، هو بيقولك السرعة عند x ب8 في مساحة x. هو هنا مديني مساحات ولا انصاف اكتر؟ مديني انصاف اكتر، يبقى اقول r تربيع هيبقى 6 تربيع بيساوي السرعة عند y. هو مديني السرعة عند زد بس اهو يا عم، تعال نروح نعوض بالسرعة عند زد بكام؟ ب4 في ار زد ب4 تربيع، وهنا في واي لو انا عايزها اصلا وعايز السرعة عند واي في الاي واي ب2 تربيع ب4. تمام كده؟ تمام. كتبت معادلة الاستمرارية، بدل الايهات دي حطيت ار تربيع. ليه؟ عشان مديني انصف اكتر، او هو اصلا استنى كده ان سرعته ده، لا هنا مديني مساحات على طول، فانا هعوض على طول معلش. بحسب دي انصف اكتر، بحسب دي انصف اكتر، فاحنا ايه هنعوض على طول. تمام كده؟ اللي هي 6 وهنا كام؟ 4. تمام كده. طب لو عايزين نعوض بقى، دي كده 48 بيساوي 48، يبقى 48 بتساوي 4 في واي، في واي زائد 4 في 4 ب16. هودي 16 بعكس الإشارة، تبقى الأربعة من الفي واي بيساوي 2 و30. يبقى بيساوي 32، أقسم هنا على الأربعة وهنا على الأربعة، تطلع ب8. تطلع بكام؟ ب8. تعال نبص على السؤال اللي تحته، وده برضو مهم جدا. شريان رئيسي السرعة فيه بكذا، يبقى دي الفي، والشريان بيتفرع ل120 شريان فرعي، يبقى ده الان اللي هو عدد الايه؟ عدد المخارج، ده الان. قطر كل منهما بكذا، اديني نص قطر. عايز سرعة الدم في كل شريان فرعي. ما احنا خلاص عرفنا ال A في ال V بتساوي N في A1 في ايه؟ V1. طب تعال، أول حاجة شريان يتدفق منه الدم بسرعة كذا، أدي ال V، يبقى 0.2 4 بيساوي، لسه ما جبتش المساحة، يتشعب إلى 120، يبقى دي كده ال120. ويقول لك شريان فرعي قطر كل منهما ربع الشريان الرئيسي. يعني لو الشريان الرئيسي كان ب1 يبقى الشريان الفرعي بكام؟ ربع. يبقى انا لو قلت هنا 1 تربيع هقول هناك ايه؟ ربع الكل ايه؟ الكل تربيع في الفي 1. تمام كده؟
اهم حاجه في الحوار ده اللي هي ايه؟ المساحه. لو جبت المساحه في السؤال ده هتبقى تعرف تجيب ايه، تجيب السؤال. هتقول لي طب ما هنا قطر، ليه ما جبتش نص القطر؟ هي ما لو ده مثلا كان نص القطر بتاعه بواحد، يبقى هناك نص القطر بتاعه كام برضه؟ بربع. هي فاهم قصدي؟ فما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي حاجه. فلما نيجي نحسبها، لو عايزين الفي واحد، يبقى هقسم الحاجه دي، هروح اقسمها هناك. يبقى اقول ايه؟ واحد تربيع في صفر علامة اتنين أربعة على 120 في ربع الكل إيه؟ الكل تربيع. هتطلع معانا اختيار رقم ج. تمام كده، مفيهاش أي حاجة صعبة، يعني عوضت تعويض مباشر. كل الفكرة في السؤال الحتة دي وأنا وضحتها لك، فما فيهاش أي حاجة. تعالى بقى، بيقول لك إيه ده برضه نفس الكلام. يبقى إيه المفروض؟ في واحد في إيه واحد زائد الفي اتنين في الإيه اتنين بيساوي الفي تلاتة في الاي 3. يلا، الفي واحد بكام؟ هتقول لي الفي واحد باتنين في اتنين، يبقى الفي واحد باتنين في اتنين. الاي واحد بكام؟ الاي واحد بايه؟ يعني المساحة بواحد، يبقى مش هحطها. زائد الفي اتنين بكام؟ الفي اتنين هنزلها زي ما هي، في اتنين في الاي اتنين بكام؟ الاي اتنين باتنين في اتنين بيساوي الفي تلاتة، هتنزل زي ما هي، في تلاتة. الاي تلاتة، الايه تلاتة بأربعة. الايه تلاتة بكام؟ بأربعة. اتنين في اتنين ودي اتنين في اتنين، يبقى أربعة في اتنين بيساوي أربعة في تلاتة. يبقى كده الفي اتنين هي بالظبط الفي تلاتة. فأنا لو عايز أجيب الفي تلاتة بدلالة الفي اتنين، ما هي الفي اتنين أكنها الفي تلاتة، يبقى دي أكنها في تلاتة، صح ولا لأ؟ هتقولي صح. يبقى أنا لو عايز أجيب الفي تلاتة، هقسم هنا على الاتنين وأقسم هنا على الاتنين، هتطلع في واحد على الاتنين. مفيهاش أي حاجة صعبة، الدنيا فيها إيه؟ سهلة. هنا بس بدل ما حطيت في واحد، ما انا عارف ان الفي واحد هي 2 في 2، رحت معوض ايه مكانها. مفيهاش اي ايه، مفيهاش اي حاجه. ايه، نركز مع السؤال اللي بعدها. ده كده مفيش اسئله تاني على السريان. تعالى ايه، عارف ان الفيديو طول شويه، بس والله العظيم حاولت الم كل حاجه. تعالى نبص على اللزوجه بسرعه، وايه ونخلصها في السريع. اللزوجه اصلا حرفيا هي ما فيهاش غير قانون واحد. اللزوجه ده بيقول لك هي خاصيه مقاومه السائل للايه، للانسياب. يعني ايه خاصيه مقاومه السائل للانسياب؟ يعني اول حاجه، لو انت عندك اللزوجه دي زي العسل، لو انت معاك عسل ليها خاصيتين. العسل لما بتيجي تدلقه، هل بيتدلق بسرعه؟ لا، يبقى كده مقاومه العسل كبيره. مقاومه العسل اللي هو انه ينساب كبيره. تاني حاجه، لو انت رميت جنيه جوه العسل، الجنيه ده بيقع بسرعه؟ هتقول لي لا، يبقى مقاومته للحاجات الخارجيه كبيره جدا. يبقى كده ليه حاجتين، مقاومته كبيره ومقاومته للاشياء الخارجيه ايه، كبيره. يعني مقاومته للانسياب كبيره، ومقاومته للحاجات اللي بره كبيره. عندنا قانون، القانون بقى بص، اول حاجه الفي سرعه، الاي مساحه، الايتا معامل لزوجه، الدي المسافه الفاصله اللي هي السمك، الاف قوه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص، لو انا دلوقتي قلت لك عايز اجيب الاف، لو انا عايز اجيب الاف، اللي جنب الاف بينزل تحت، الباقي فوق. يبقى انا لو عايز اجيب الاف، الاف بتساوي إيه اللي جنب الاف؟ الدي. يبقى ايتا ايه في. طب انا لو عايز اجيب الايه، اللي جنب الايه، الايتا والفي هينزلوا تحت. يفضل الفي والدي فوق، الفي الاف والدي فوق، معلش. تمام كده، اللي هو ايه، بعرف اجيب القوانين اللي هو كأنها مثلث حرف التي. طب معامل اللزوجه ده، اللي بيأثر عليه، اللي بيأثر على الكثافه هناك، هتقول ايه؟ نوع الماده ودرجه الحراره. اللي بيأثر على اللزوجه نوع الماده ودرجه الحراره. مفيش حاجه في الدنيا بتأثر على غير الاتنين دول، نوع الماده ودرجه الايه، درجه الحراره. بص بقى، قايلها لك، هو مش هتتغير زي الكثافه. عندك بقى ايه اللي هيحصل لو درجه الحراره عليت، وايه اللي هيحصل لو درجه الحراره قلت. لو درجه الحراره عليت، لا بص، انت لو في عسل في ايدك، عايز تغسل ايدك من العسل ده، تغسلها بميه ساقعه ولا سخنه؟ هتقول لي اغسلها بميه سخنه. ليه؟ عشان تقلل اللزوجه والعسل يتشال. يبقى كل ما ارفع درجه الحراره اللزوجه بتقل، كل ما اقلل درجه الحراره اللزوجه بتعلى، صح ولا لا؟ يعني انت لو حطيت عسل في التلاجة، العسل ده مش تحس ان هو بيمسك في بعضه؟ اللزوجه بتاعته بتزيد. فكده ايه، كل ما درجة الحرارة بتقل، اللزوجة ايه، بتعلى. يبقى العلاقة ما بينهم علاقة عكسية. العلاقة ما بين درجة الحرارة ومعامل اللزوجة علاقة عكسية. اكتبها عندك في الورق، عشان انا ايه، انا عاملها لك هنا، بس اكتبها عندك في الورق. بص بقى، القوة بتتناسب طردي مع الايتا والاي والفي، وعكسي مع المساحة. بتتناسب طردي مع الايتا والاي والفي، بتتناسب عكسي مع المساحة. تمام كده، دي حاجات اللهم صل على النبي، دي حاجات ايه، كلها نظري. احفظها بس، تطبيقات على الكثافة، تطبيقات على السريان، تطبيقات على اللزوجة، عايزك تحفظها.
ما فيهاش اي حاجه يعني، ما فيهاش اي شرح مني. تمام كده. تمام. هخش لك على الاسئله برضو في السريع، انا حاولت بس اسرع نفسي علشان ايه الفيديو ما يطولش. بص، النسبه بين معامل اللزوجه في الجليسرين في الصيف لمعامل اللزوجه في الجليسرين في الشتاء. بص، مش قلنا العلاقه عكسيه؟ يعني في الصيف معامل اللزوجه قليل، في الشتاء معامل اللزوجه كبير. تقسم حاجه صغيره على حاجه كبيره هتديك حاجه اقل من الواحد. فيها حاجه صعبه؟ ما فيهاش اي حاجه صعبه. نبص، قوة الاحتكاك التي تعوق الأجسام في السوائل دي إيه؟ ترجع للزوجة. يعني أنت لو رميت جنيه في المية زي ما رميت جنيه في الزيت، هتقولي لأ. يعني إيه؟ يعني سرعة السائل، سرعة الجنيه ده في المية بتكون كبيرة، وسرعته في العسل بتكون إيه؟ بتكون قليلة. تمام كده؟ تمام. نيجي بقى لو بيقول لك فرق السرعة بين طبقتين، يعني لو السرعة اتغيرت ايه اللي هيحصل لمعامل اللزوجة؟ اللي هيروح يقول لي تزداد او تقل او تنعدم، ده بني ادم معلش ما كانش مركز. ليه؟ احنا قلنا معامل اللزوجة ما يتوقفش غير على حاجتين، نوع المادة ودرجة الحرارة. هنا بيقول لك السرعة اتغيرت، في حاجة هتحصل؟ لا، يبقى يظل ايه؟ يظل ثابت. ما فيهاش اي حاجة. بيقول لك لو رفعنا درجة حرارة السائل معدل انسياب السائل ايه اللي هيحصل له؟ يعني انت لو سخنت العسل، مش العسل كده اكن اللزوجة بتاعته قلت؟ مش لو اللزوجة قلت تحس ان هو بقى يقع بسرعة من الازازة لو انا بكبه منها؟ تقول له يبقى معدل الانسياب بيزيد. طب المقاومة؟ المقاومة عكس الانسياب، لو الانسياب زاد المقاومة ايه؟ بتقل. يبقى الاختيار رقم ايه؟ ج. بيقول لك لو وقعنا كورة فإن قوة معامل الزوجة هتعتمد على إيه؟ بص، هل لو رميت كرة نص قطرها بواحد زي ما رميت كرة نص قطرها ب10؟ هتقول لي لأ. يعني الكرة الصغيرة هتقع أسرع من الكرة الكبيرة، يبقى هتعتمد على إيه؟ على نص القطر. لو أنت رميت دلوقتي كرة في الزيت وكرة في المية، إيه اللي سرعته هتكون كبيرة؟ هتقول لي اللي في المية طبعا. يبقى كده سرعة واي أكبر من سرعة إكس، يبقى سرعة إكس أقل من سرعة واي، يعني هو عاكس. فاهم قصدي؟ فما فيش أي حاجة. يبقى سرعة إكس أقل من سرعة واي. بص بقى السؤال ده انا ما شرحتوش فجايبك تبصمجه لك. لو العربيه ماشيه بسرعه صغيره يبقى بتتناسب طردي مع السرعه. طب لو سرعه كبيره هتتناسب مع مربع السرعه. يبقى لو السرعه صغيره طرديا مع السرعه، لو السرعه كبيره طرديا مع مربع السرعه، لو السرعه صغيره طرديا مع السرعه، لو السرعه كبيره طرديا مع مربع السرعه. نخلي بالنا من السؤال ده، السؤال ده مهم جدا. تمام. فما فيهوش ايه، مفيهوش اي حاجه. تمام. طب مش العربيه لو بتمشي بسرعه بتستهلك بنزين كبير، ولو بتمشي بالراحه بتستهلك بنزين قليل؟ برضه خلي دي في دماغك، العربيه لما بتمشي بسرعه كبيره بتستهلك بنزين كتير، لو بتمشي بسرعه قليله بتستهلك بنزين ايه؟ قليل. نركز، ده حاطط لك مسألتين برضو، ويبقى كده خلاص خلصنا الايه اللزوجة، ونخش على اخر حاجة الضغط، ويبقى كده الحمد لله الفيديو خلص. بيقول لك لوح مستطيل طوله ب50 وعرضه ب25، يبقى انا لو عايز اجيب المساحة بتساوي الطول في العرض، عشان ده مستطيل يبقى 25 في 50 في 10 أس -4. ليه -4؟ سنتيمتر وسنتيمتر، يبقى في 10 أس ايه؟ 4. أثرت عليه قوة، يبقى ادي الاف بتساوي 15. بسرعة في، يبقى الفي بتساوي 8 من 10. هو عايز معامل اللزوجة الإيتا، الإيتا بيساوي إيه؟ الإيتا بيساوي الإف في الدي على الإيه في الفي. الإف بكام؟ ب15. الدي بكام؟ هو بيقول لك سمكها بكذا، أدي الدي هعوض بيها هنا. على الإيه بكام؟ الإيه ما أنا جبتها اللي هي 50 في 25 في 10 أس -4. الفي بكام؟ ب8 من 10. حطها على الآلة هتطلع معاك، شوف بقى تطلع معاك كام، احسبها زي ما تحسبها. هنا بيقول لك عايز معامل اللزوجة اللي هو الايتا، الايتا بتساوي ايه؟ الاف في الدي على الفي في الايه. الاف بكام؟ بيقول لك الاف ب15، ب10 معلش، في الدي سمكها بكام؟ سمكها ب5، يبقى 5 في 10 أس -2 على الفي بكام؟ ادي السرعة ب3 في الايه بكام؟ هضرب الطول في العرض 20 في 40 هتديني 800 في 10 أس -4. 800 في 10 أس سالب كام؟ أس -4. شوف بقى تطلع معاك كام على الآلة، يعني انت هتعوض بيها بس. آخر حاجة على أسئلة الضغط، ركز معايا في أسئلة الضغط علشان الضغط برضه مهم جدا. بس إن شاء الله يعني ده آخر حاجة. فصلت أصلا في الفيديو فخير خير. بص يلا، اخر حاجه الضغط. عايزين نعرف الضغط، الضغط رمزه بي، الضغط رمزه ايه؟ بي. بيقول لك ايه الضغط ده؟ هو القوه العموديه المؤثره على وحده المساحات.
اول حاجه القوى العموديه دي كلمه مهمه جدا 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 من هنا للصبح. يعني ايه قوى العموديه؟ يعني انا لو عايز اعمل ضغط على حاجه لازم اثر عليها بقوه عموديه كده. هل لو انت جبت لي حاجه زي كده وقصرت لي بكده كده انت عامل ضغط؟ لا، الضغط اكنك بتدوس على الحاجه، صح ولا لا؟ صح. يبقى دي مش هتعمل ضغط. يبقى لو قوه عموديه هتديني ضغط، لو قوه موازيه الضغط بصفر. اول حاجه عايزين نعرف الضغط بتساوي القوه على المساحه اللي هي الاف على الايه، مثلث حرف التي بتاعها، الاف على البي في الايه. لو عايز اجيب البي هقول الاف على الايه، لو عايز اجيب الايه اقول له الاف على البي، لو عايز اجيب الاف يبقى البي في الايه. وحدة قياسها القوة بتتقاس بالنيوتن، المساحة بتتقاس بالمتر تربيع أو نيوتن في متر أس سالب اتنين. طب ممكن ما تلاقيش دي في السؤال، ممكن إيه؟ مش القوة بتساوي كتلة في عجلة وادي المساحة تنزل. وحدة قياس الكتلة كيلو جرام، العجلة متر في ثانية أس سالب اتنين، صح؟ هتقولي على الام تربيع. مش التربيع ده هيطير مع دي، هيفضل لي كيلو جرام متر أس سالب واحد ثانية أس سالب اتنين. يا إما تلاقي دي في الاختيارات يا إما تلاقي دي، يا دي يا دي، ركز فيها. بص بقى، بيقول لك عندنا شرط لازم القوة تكون عمودية. يعني أنا لو عايز أجيب لو بيقول لك القوة ب10 عمودية كده ومعاك مساحة بواحد، المساحة بواحد، لو عايز أجيب القوة الضغط بيساوي إيه؟ القوة على المساحة، القوة بكام؟ ب10 على المساحة بواحد هتدينا 10. هنا القوة ب10 بس هنا القوة موازية، فدام القوة موازية يبقى الضغط بصفر، الضغط بصفر، الضغط بصفر، ركز فيها بالله عليك. نيجي بقى لو قوة ايه؟ عاملة زاوية، دي احنا المفروض واخدها في الاستاتيكا فانا ما شرحهالكش، بس انا هشرحها لك عشان انا ايه راجل جدع. فتعال نشرحها. بص، الزاوية دي كام؟ 30. اللي جنب الزاوية بياخد القوة جتا الزاوية، اللي جنب الزاوية بياخد القوة جتا الزاوية. يعني دي الزاوية كام؟ 30. يبقى هنا القوة جتا 30 وده القوة جا 30، يبقى ده القوة جا 30 وده القوة جتا 30. يبقى اللي جنب الزاوية هو اللي بياخد الايه؟ الجتا، واللي الناحية التانية بياخد الجا. اللي جنب الزاوية بياخد الجتا اهو. يبقى مثلا عندنا ده القوة ب10 وعامل زاوية 30، يبقى اللي جنب الزاوية هياخد 10 جاتا 30 والده هياخد 10 جا 30. دي مش تعملي ضغط فهتتلغي. يبقى اما نيجي نحسب القوة هيبقى 10 جا 30 على الواحد، 10 جا 30 على الواحد تدينا كام؟ 5. يبقى بص بقى، لو القوة عمودية خدها زي ما هي، يعني لو القوة عمودية خد القوة زي ما هي بعوض بالرقم. لو القوة موازية تبقى بصفر، لو القوة موازية يبقى الضغط بتاعها بصفر. طب لو القوة مايلة بزاوية بحللها واخد العمودية، هحللها واخد العمودية وبكنسل الموازية، يبقى انا ايه؟ مش عايزها. فيها حاجة صعبة؟ على ما اظن يعني الدنيا فيها سهلة. نيجي نبص ايه بقى العلاقة ما بين الضغط والمساحة. ادي الضغط وادي القوة وادي المساحة. العلاقة ما بين الضغط وما بين القوة علاقة طردية، يعني كل ما القوة تزيد الضغط بيزيد. يبقى انت مثلا لو عندك حاجة كده انت عمال تدوس عليها بتزود قوتك وانت بتدوس عليها، يبقى الضغط بيحصل له ايه؟ بيزيد. العلاقة ما بينهم طردية. طب ايه العلاقة ما بين الضغط والمساحة؟ علاقة عكسية. ليها شكلين، يا اما لو قال لك البي والاي يبقى العلاقه عكسيه كده، لو قال لك البي والواحد على ايه يبقى شكلها كده. يبقى لها شكلين، يا اما ده يا اما ايه ده. ده لو قال لك ايه بس، ده لو قال لك واحد على ايه. في اي حاجه صعبه؟ ان شاء الله ما يكونش في حاجه صعبه. نيجي بقى لقوه الوزن. مش انت الوزن ليه قوة؟ طب الوزن بيساوي ايه؟ الكتلة في العجلة. الوزن بيساوي الكتلة في العجلة، الوزن بيساوي الكتلة في العجلة. فانت لو عايز تجيب الضغط بتاع قوة الوزن فانا بجيب اللي هو الوزن على المساحة. ما هو الوزن بيساوي الايه؟ القوة الكتلة في العجلة. وادي كده ايه؟ الايه هتنزل زي ما هي. الايه الجي دي عجلة الجاذبية، عجلة الجاذبية، وده رقم ثابت يا إما ب10 يا إما ب9.8، هو بيبقى مدولك في المسألة. هتقولي دلوقتي امتى استخدم ده وامتى استخدم ده، اللي هو احنا في الاول يعني امتى استخدم القانون اللي هو الضغط بيساوي الام في الجي على الايه، وامتى استخدم اللي هو الاف على الايه، صح؟ لاول ما تلمح كتله في السؤال ام في جي على ايه، اول ما تلمح كتله في السؤال ام في جي على ايه هتشوفها في المسائل. نيجي لاخر حاجه بقى عندنا النهارده في الشرح والحمد لله يعني عشان نكون خلصنا الفيديو على خير. عايز الضغط عند نقطة في باطن سائل. لو انت مثلا معاك ده اناء اهو وفي مية، كل ده مية، كل ده ايه؟ مية، تمام كده. وعندك مثلا النقطة دي اسمها نقطة اكس. هل النقطة دي هيحصل عليها ضغط؟ فكر كده قبل ما ترد. هيحصل. ليه هيحصل؟ مش المية مش هي فوقيها شوية مية، والمية دي اكنها كتلة فهتضغط النقطة دي لتحت فهيحصل عليها ضغط. الضغط ده جاي عن طريق كتلة قوة الايه؟ قوة الوزن. فانا عايز احسب الضغط عند النقطة اكس بيساوي الام في الجي على الايه؟
الام في الجي على الاي. بعد شويه فكات كده هتلاقي في الاخر ان البي بيساوي الضغط بيساوي رو جي اتش. يعني شوف كل دول ما تحفظهمش، احفظ ده على طول. يبقى انت لو عايز تجيب الضغط عند نقطة في باطن سائل، اللي هو الضغط عند نقطة في إناء، لو الإناء مغلق هقول له البي بتساوي الرو في الجي في الاتش. الرو في الجي في الايه؟ في الاتش. الرو كثافة، الجي عجلة الجاذبية، الاتش ارتفاع. يبقى لو الإناء مغلق البي بتساوي الرو في الجي في الاتش. طب لو الإناء مفتوح بقول له هو بس بزود عليه الحتة دي. الحتة دي ضغط الهواء. مش انت لو الإناء مفتوح الهواء بيضغطه لتحت، والكتلة المية برضو اللي هو وزن المية بيضغطه لتحت، فالبي ايه ده اللي هو ايه؟ ضغط الهواء. وده اللي هو ضغط المية. ده احنا عرفنا فوق في الإناء المغلق عرفنا نجيبه. انا بس مسرع نفسي عشان المفروض احنا خدنا الحاجات دي، فانا بس براجع عليها مراجعة بسيطة ادام احنا فهمناها في الشرح وحلينا عليها كتير جدا. تمام. فبص بقى، الحاجتين دول اهم حاجة النهاردة. الشكل البياني ده اول ما تشوف ده يبقى كده اناء مغلق. اناء مغلق. اول ما تشوف ده اناء مفتوح. اكتبها عندك عشان انا نسيت اكتبها. بص، الميل بتاع العلاقة لو هنا البي وهنا الاتش، ميل العلاقة الجي في الرو. بص جبناها منين؟ تعالى اقول لك، ما انا اكيد مش هسيبك ايه تحفظ حاجة انت مش فاهمها. ادي البي ورحت اقسمها على الاتش، اللي اتفضل لي الرو في الجي اهي. الرو في الجي عجلة الجاذبية الكثافة. طب البتاع ده لو الإناء مفتوح برضو الميل بيساوي الرو في الجي. الميل برضو بيساوي الايه؟ الرو في الجي. طب ايه بقى النقطة دي؟ انت بتبص على الرسم البياني، اول ما تلمح النقطة دي بروح اقول له ان النقطة دي هي ضغط الهواء اللي هو البي اي. يبقى لازم تحفظها زي اسمك، النقطة دي هي البي اي. يعني في السؤال لو جاب لك رسم بياني ومش مديك البي اي، انت بتروح تستنتجها ان النقطة دي هي البي اي. تمام كده؟ تمام. فكده الحمد لله خلصنا. شوف بقى اسئلتها في السريع منه برضو عشان ايه يكون الحمد لله على كده. تمام. يلا، اول حاجه بيقول لك اللي في دول اقل ضغط. بص، اقل ضغط العلاقه ما بين الضغط البي بيساوي الاف على الاي، صح؟ يعني اللي مساحته كبيره الضغط بتاعه ايه؟ قليل. فانا دلوقتي هو عايز ضغطه قليل، فانا عايز مساحه كبيره. اللي في دول مساحته كبيره ان انت نايم على جسمك كله. طب ايه اللي بعده؟ ده اللي هو رجلين الاتنين وايدين الاتنين، بعد كده رجلين الاتنين، بعد كده رجل واحدة بس. يبقى أقل ضغط أكبر مساحة، يبقى ده أكبر مساحة. تمام كده؟ تمام. بيقول لك يعتمد ضغط المية عند قاع بحيرة السد العالي المؤثرة على جسم. أدام قاع وبحيرة يبقى نقطة في بطن سائل. يبقى البي ده أهي البي بتساوي رو جي اتش. رو جي اتش. أول حاجة، لو انت دلوقتي في البحيرة، نقطة في البحيرة، هل النقطة لو الضغط عليها هنا زي هنا زي هنا؟ هتقولي لا. على حسب ايه؟ على حسب ارتفاعها فين في البحيرة. يبقى على حسب ايه؟ عمق البحيرة. عمق الايه؟ عمق البحيرة. خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك حوض اسماك. استنى كده عشان بس اشوف حاجة معلش. اه، ده انا عايز استحل دول الاول. بيقول لك الشكل المقابل بحيرة. ايه اللي في دول هيكون الكثافة بتاعته الضغط بتاعه كبير؟ يعني الضغط عند ده ولا عند ده ولا عند ده؟ أول حاجة الارتفاع، العمق. انت بتشوف العمق منين؟ يبقى انا فوقيا كتلة مية قد ايه؟ النقطة واحد فيها شوية صغيرين، النقطة اتنين المية اللي فوقيها اكتر، النقطة تلاتة المية اللي فوقيها اكتر. فالضغط بيزيد كل ما بنزل لتحت. الضغط بيزيد كل ما ايه؟ كل ما بننزل لتحت. ففي اكبر ضغط تلاتة، بعد كده اتنين، بعد كده واحد. اكبر ضغط تلاتة، اتنين، بعد كده واحد. تمام كده؟ تمام. النقطة دي عايز قيمة الضغط الجوي. الضغط الجوي اللي هو البي ايه. هل هتقولي مش مدالي في السؤال؟ اقول لك ركز يا حبيبي. احنا قلنا اول ما نشوف دي انت بتروح تستنتجها على طول. يبقى كده الضغط الجوي واحد في عشرة أس خمسة. واحد في عشرة أس خمسة. قلت لك بص على الرسم البياني وطلع منها. تمام كده؟ تمام. عايز كثافة المية بتاعت البحيرة. أول حاجة البي اللي هو الضغط بيساوي ايه؟ الرو. بص من غير دي، هو عايز الكثافة صح؟ مش أنا لو جبت من العلاقة دي هتديني الرو في الجي؟ هقول لك اه. مش لو قسمتها على الجي هتديني الرو بس؟ هقول لك اه. طب تعالى بس الأول نجيب ميل العلاقة. مش ميل العلاقة دي، مش احنا عارفين إن ميل العلاقة قلنا هناك إن هي بتساوي الجي في الاتش؟ تعالى بس نجيب الجي في الاتش الأول. هنجيبها ازاي؟ هنقسم فرق الصادات على فرق السينات. خد لك نقطتين، ادي كده نقطة وادي كده نقطة. السينات هنا بكام؟ بصفر. الصادات بواحد.
هنا السينات بكام؟ ب20. هنا الصادات بكام؟ ب3. بنقسم فرق الصادات اللي هي 3 ناقص 1 2 على فرق السينات 20 ناقص 2 ناقص 0 20، هتدينا 1/10. 1 على الكام؟ 1/10. هو بقى عايز كثافة المية بتاعت البحيرة، عايز كثافة المية بتاعت الإيه؟ كثافة المية بتاعت البحيرة. مش انت لو عايز تجيب كثافة المية، انت الأول معاك دلوقتي، بس معلش احنا بس غلطنا في حاجة، ان هو الضغط هنا المفروض اما بنقول الصادات احنا هنقول في 10 اللي هو 2 في 10 أس 3، يبقى هنا 10 أس 3. ليه؟ عشان قصدي 10 أس 5، معلش 10 أس 5 عشان دي اهي. طب تعالى اعيدها لك من الأول عشان برضو ايه مكنش تايه معايا. احنا بنقول فرق الصادات على فرق السينات، الصادات اللي هو 3 ناقص 1 اللي هي ب2 في 10 أس 5 على 20، هتدينا كام؟ هتدينا المفروض 1/10 اللي هي 10 أس 4، تعملها على الآلة تديك 10 أس 4. يبقى كده الميل ب10 أس كام؟ 10 أس 4. مش انت معاك الجي، الروف الجي ب10 أس 4؟ هتقولي اه. مش لو قسمت هنا على الجي وهنا على الجي اعرف اجيب الكثافة اللي هي الرو؟ هقول لك اه. طب الجي بكام؟ هو مدالك ب10، اقسم الرقم ده على 10 تطلع معاك ب1000. كده كده انا اصلا عارف كثافة المية بكام، كثافة المية ب1000، فكنت ممكن اختارها على طول. بيقول لك الضغط الجوي عند مستوى البحر بكذا وكثافة المية بكذا عند أي عمق. عايز من سطح البحر يكون الضغط الكلي بكام؟ الضغط اللي هو البي بيساوي البي ايه زائد رو جي اتش. الضغط الجوي بكام؟ الضغط الجوي ب100. 100 كيلو اللي هي 100 في 10 أس 3 زائد الرو بكام؟ هتقولي الكثافة ب1020 في الجي بكام؟ 9.8 في الاتش بكام؟ الارتفاع. مستوى البحر يكون عند أي ارتفاع، يعني مثلا الارتفاع يا عم ب1 مثلا، عند أي عمق اللي هو مثلا الارتفاع ب1 ولا حاجة، بس هتروح معوض هتلاقيها طالعة ايه؟ هتلاقيها طالعة معاك على طول. هو عند أي عمق، هو أصلا عايز الاتش، يعني هو أصلا مينفعش كنا نعوض بالاتش، هو عايز الاتش. فأنا مثلا هسيب الاتش اهي زي ما هي، هنسيب الاتش زي ما هي. كل ده بيساوي الضغط الكلي، الضغط الكلي اللي هو بيقول لك 1010، اللي هو قصدي 110. طب بص، مش الضغط بتاع البحر كان ب100، والضغط الكلي الضغط الجوي ب100، والضغط الكلي ب110؟ يبقى أنا جمعت قد إيه؟ أكني جمعت 10، يبقى الحتة دي كلها ب10 هتساويها ب10، اللي هو أكني وديت ال100 بعكس الإشارة وهكذا. وهتروح قاسم بقى على 1020 في 9.8 على اللي هو 10 في 10 أس 3 على اللي هو الرقم ده، هتلاقي الاتش ايه؟ هتلاقي الاتش طلعت معاك على طول، يعني مفيهاش أي حاجة. استنى أحسبها لك. 1020 في 9.8 يبقى 10 في 10 أس 3 على الكلام ده، تطلع معانا بواحد. تطلع معانا بكام؟ بواحد. أظن يعني الدنيا مفيهاش أي حاجة. بص انا هحل معاك حاجه واحده، يعني انا هحل السؤال ده بس، يعني انا بالنسبه لي فكك من الاسئله دي عشان بس الفيديو طول. هحل اخر سؤال، السؤال ده معلش الفيديو طول معانا يا شباب. هو عايز الكثافه، الكثافه مش انا عارف، هو مديك متوازي كتلته بكذا، مساحته بالثلاث ابعاد دول اللي هي الثلاث ابعاد بتوع وضعناه على مستوى. عايز الكثافه. مش احنا عارفين ان لو عايزين نجيب الكثافه، مش الكثافه بتساوي الكتله على الحجم؟ هتقول لي اه. الكتلة بتاعته بكام؟ بواحد. طب حجمه بكام؟ هضرب الطول في العرض في الارتفاع، مع ان حجمين عارفين حجم المتوازي، الطول في العرض في الارتفاع هتبقى 10 في 5 اللي هي 5 في 2.5 في 10 أس -6 سنتي سنتي سنتي، يبقى أس -6. تطلع معانا على الآلة زي ما تطلع. تعالى ايه، تعالى برضو نحسبها علشان ما نكونش سايبين حاجة ورانا في السريع منه. 8000 هتطلع معانا عالي. فهيقول لك اكبر ضغط. لو انا دلوقتي عايز الضغط، البي بيساوي الايه؟ هتقول لي الاف على الايه. لو انا عايز ضغط كبير يبقى لازم ان المساحه تكون مالها؟ هتقول لي المساحه لازم تكون قليله، صح كده؟ هقول لك صح. ما انت دلوقتي برضو انت مش معاك ده، فانت برضو هتقول لي الام في الجي على الايه. كده كده معايا الام بواحد في الجي بكام؟ الجي ب10، هو مديها لي على الايه، يبقى اقل مساحه اكبر ضغط.
اكبر مساحه اقل ضغط، يبقى انا عايز اجيب اكبر ضغط لازم أنا احسب اكبر مساحه. اكبر ضغط يبقى اقل مساحه. اقل مساحه اما اضرب الطول ده في العرض ده. طب اكبر اقل ضغط يبقى اعلى مساحه. اعلى مساحه امتى؟ اما اضرب ده في ده. فهمت قصدي؟ هتقول لي اه. يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب اكبر ضغط يبقى اقل مساحه. اقل مساحه اضرب له 5 في الاتنين وايه، الاتنين ونص، في 10 أس -4. تعالى نحسبها مع بعض برضو. هنقول له 10 على 5 في الاتنين ونص في 10 أس -4، يطلع معانا ب8000 برضو. طب عايزين أقل ضغط، هي زيها بالظبط يعني، فاهم؟ ممكن أنزل لك ده تحت عشان بس يكون في مساحة واحنا ايه بنحل. تمام. لو عايز اكبر ضغط بقى، اكبر ضغط قلنا اقل مساحة. يبقى لو عايز احسب اقل مساحة، اكبر اقل ضغط معلش اكبر مساحة، يبقى ده في ده. يبقى 10 اللي هي 1 في 10 اللي هي الكتلة في العجلة على المساحة اللي هي 10 في 5 في 10 أس -4 اللي هي -4 معلش، هتدينا المفروض 2000. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، فالحمد لله. ان شاء الله يعني الدنيا تكون عجبتكم والفيديو يكون مفيد ليكم، وان شاء الله يعني تخرجوا بكرة من الامتحان مجبورين الخاطر، واللي محتاج اي حاجة يبعت لي في اي وقت. توفيق يا اخواتي.